بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المتابعين والمستمعين والمشاهدين لراديو إنجاز للشباب والرياضة عبر صفحتنا على الفيسبوك وموقعنا على قناة اليوتيوب، نحييكم من جديد. برنامج بودكاست استجواب، ضيف جديد المدرب الوطني أنور الشريف، بالتأكيد مدرب عرف على الصعيد الفئات السنية، ناقد ومحلل رياضي في العديد من القنوات الرياضية. نحييك كابتن أنور ونقول لك مرحبتين بك في راديو إنجاز للشباب والرياضة. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله يا أخوي هشام، أنا سعيد بتواجدي معك لأني نعرفك أنت كإعلامي جريء جدا، يعني مشهود لك بالجراءة وعدم المجاملة، وتتكلم بصورة في حاجة ليها احنا في المجال الإعلامي الرياضي في ليبيا. طبعا نحييك ونحيي كل الأخوة القائمين على قناة إنجاز، وإن شاء الله الحلقة هذه تكون فيها استفادة للمستمعين إن شاء الله. لا، هو أكيد حتكون فيها استفادة، لأن احنا حتى من خلال متابعتنا لتحليلك ونقدك في الدوري الليبي أو في قضايا الرياضة بشكل عام نعرف عليك الصراحة، ونعرف عليك أنك أنت لا تخشى في قول الحق لو متلايم، وهذا الأشياء اللي حتساعدنا بالتأكيد في أن إجاباتك حتكون واضحة وصريحة في معظم القضايا اللي ممكن حنتناولها، بالأخص فيما يخص الفئات السنية وإعداد الفئات السنية داخل الأندية، مدربي المنتخبات الوطنية، يعني عديد المواضيع. بالإضافة أيضا لأنك محاضر معتمد من الاتحاد الأفريقي في دورات الرخص التدريبية، يعني حنخوضوا مشوار لا بأس به إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. نبدو كابتن أنور، طبعا لكل منا محطات رياضية. الجمهور الرياضي يعرف أنور الشريف المحلل الناقد المدرب، لكن نبغى نعرفوا أنور الشريف الإنسان الرياضي، بعدين نتناولوا المسيرة بكامل يعني. أكيد طبعا الاسم أنور محمد الشريف، مواليد مدينة سبها 1957. بديت الكرة مبكرا جدا، طبعا زي كأي شخص في ليبيا في الشوارع والمدارس، وبعدين انتسبت لمدرسة نادي الوحدة، وكان هذا مبكرا جدا يعني سنة 70. التحقت ما كانش فيه فئات سنية، كان فيه أشبال، ويقولوا حاجة اسمها الاحتياط، الدوري الاحتياطي اللي هو سموه بعدين الرديف، والفريق الأول. فكان الأشبال ما كانش، كان من 18 سنة وينزل لوطة يعتبر فريق الأشبال، وكان فريق الوحدة من الفرق الكبيرة جدا في طرابلس في الفئة هذه، يعني فئة الأشبال. لكن ما كناش نقدر نلعبوا مع ناس أكبر منا في السن، يعني فرق العمر. مثلا أنا عمري 13 سنة وفي رياضيين عمرهم 18، يعني بعيد المستوى. يعني كانت فرق كبير. فكنا نقول احتياط لغاية أنا لغاية موسم 73 لعبت مع الوحدة في الأشبال، لكن والدي ما كانش رحمة الله عليه ما كانش يبيني نلعب كورة، فنقل لي لمدينة سبها. وكلم أعمامي على أساس إني ما نلعبش كورة، يعني نلعب القراية واحد. لكن أنا طبعا أعمامي ساعدوني بدون ما يعلم والدي. التحقت بنادي النهضة في سبها موسم 74، لعبت مع نادي النهضة. ما لعبتش درجة ثانية في حياتي. نادي النهضة كان يلعب درجة أولى، كانت مستوى مناطق نتذكر يا هشام. وكان حتى فريق القرضبية طلع 3 مرات ياخذ ترتيب ثاني على مستوى الترتيب الثالث على مستوى ليبيا. كنت نلعب في، وأنا أصغر رياضي ممكن في مدينة سبها، لعبت كورة في الفريق الأول. كان عمري ما تجاوز 17 سنة، كنت نلعب أساسي في فريق النهضة، ولعبت مع ناس عمالقة، يعني ناس كبار، لاعبين كبار جدا في الكورة في مدينة سبها. وقعدت غادي في سبها، لعبت مواسم لغاية لما وقفت الكورة سنة 81. طبعا في الفترة هذه قبلها بشوية التحقت بالقوات المسلحة، لعبت مع الاتحاد العسكري، واخترت لمنتخب ليبيا العسكري، ولعبت في البطولة العسكرية في طبرق. الحمد لله ربي وفقني، لعبت مع منتخب سبها منتخب مناطق. وهذيك الفترة جاني ناجي المعداني رحمة الله عليه، كان يدرب منتخب بنغازي العسكري، وقال لي إن شاء الله طبعا في سنة 81 قال لي على أساس ناخذ منتخب ليبيا اللي هو بيستعد للبطولة الأفريقية. وخذاني انا وواحد ثاني من مدينه سبها اسمه حسن عيسى، كان يلعب لي فريق القدس، وعلى اساس نلتحقوا بالمنتخب. ولكن شاء القدر طبعا بعد ما التحقت وقعدت نتدرب شويه كي الوالد عندي توفى. كانت البطوله في شهر 3 82، وانا والدي توفى في بدايه 82، فما التحقتش، يعني سيبت اختيارات المنتخب. وقعدت فتره بسيطه نلعب في الكوره، لكن قررت اني نعتزل مبكرا. اعتزلت عمري
27 سنه 26 27 27 سنه، واتجهت لمجال التدريب من سنه 83 84. اتجهت لمجال التدريب، قعدت في الفئات السنيه لحد الوقت الحاضر. ممكن ما اعتقد ان ما فيش مدرب في ليبيا ولا في حتى الوطن العربي ولا في ممكن حتى في العالم استمرت هذه الفتره بدون توقف، يعني بدون توقف. يعني بدون توقف، سواء كان في الوحده ولا في سنه في نادي غوث الشعال ولا في نادي نجوم بنواس، يعني ما وقفتش نهائي. ودربت حتى فريق اول فتره ندرب فئات سنيه، دربت فريق الاول فريق نادي نجوم بنواس، وصعدت بهم من الدرجه الرابعه للثالثه، ومن الثالثه للثانيه، ومن الثانيه لمسابقه اسمها الزحف الاخضر. وبعدين في ذاك الوقت محمد القذافي طلع قرار، كان بصفته رئيس اللجنه الاولمبيه، طلع قرار ان لازم كل نادي يكون عنده 5 العاب. كان نادي نجوم بنواس يتوفر العديد اللاعبين، لكن ما كانش عنده 5 العاب، فانسحبنا من الدوري واللاعبين بتاعنا توزعوا على الانديه. ومنها انا مشيت لنادي، طبعا رجعت لنادي الوحده واستمريت في تدريب الفئات السنيه في نادي الوحده، وخرجت الحمد لله يعني عديد جدا من اللاعبين اللي ممكن ما تسعفنيش الذاكره نذكر حتى 10% منهم. طوال شوف فتره اكثر من 40 سنه، يعني ما نعد لك من لاعبين صعب من 40 يعني. سنه في الفئات السنيه ما كانش عندك شغف مثلا انك تدرب على المستوى الكبار مثلا؟ شوف انا نقول لك، انا مسكت حتى مساعد لاستاذ رمضان الزايدي في فتره. الفريق بتاعنا دار موسم كبير جدا السنه اللي توج فيها الاهلي بنغازي تقريبا سنه 92. انا مساعد مدرب فريق اول، ودرنا نتائج كبيره جدا وما خسرناش الا في اخر مباراه امام الظهره، فيها ظروف خاصه هذيك مباراه الظهره. لكن انا ما بحبش ندرب كبار بصراحه بامانه، يعني انا ما بحبش ندرب كبار لعده اسباب. ممكن في اسباب تزعل الناس. طبعا انا ما بحبش ندرب رياضي يدخن. الرياضيين اكيد اي نادي تمشي له تلقى فيه رياضي يدخن، رياضي يعني مش ملتزم، رياضي يرد على المدرب. انا من الاشياء دي ما عنديش، ولذلك نحب نبني من تحت، من القاعده من تحت، وبعدين نسلم الرياضيين بتاعي. انا تو فريق بونواس مثلا، نجوم بونواس اللي دربتهم، في عديد اللاعبين اللي لعبوا في الانديه في المدينه وفي الاتحاد وفي الاهلي وفي الوحده، اللي دربتهم انا هم صغر. لما وصلت بهم للفريق الاول يعني في احترام كبير بيني وبينهم وقدر. هم طبعا صغار منطقتي، وفي نفس الوقت انا مدربهم من هم صغيرين، فقعدت الاحترام. انا اهم حاجه عندي الاحترام ما بين المدرب واللاعبين والمدرب والاداره. الحمد لله طوال مسيرتي الرياضيه، سواء كنت لاعب ولا مدرب ولا ما عمريش طرت بالبطاقه الحمراء ولا اتصلت حتى بطاقه صفراء، رغم اني راقبت على احسن لاعبين في ليبيا. يعني يكفي نقول لك اني راقبت نور السري وافهم ما معناه نور السري يعني. ونور السري ما سجلش في المباراه ذيك، يعني نور السري هذا الناس هلبة ما تعرفش نور السري شنو يكون. نور السري كل الصفات اللاعب عنده، الاخلاق، اللعب، المهاره، التسجيل، الراس، كل شيء عنده، الرجل اليسار، الرجل اليمين. لاعب ذكي جدا، ما يلتجاش لاساليب مش رياضيه، لا يمكن تلقاه يخش في مناوشات مع حد. فانا راقبت نور السري، راقبت احسن لاعبين في ليبيا، نجيب بورقيعه نتاع الصقور، راقبت فتحي سلطان الافريقي، عديد اللاعبين المميزين اللي والله ما اقدرش نحصرهم لك، يعني اللي راقبتهم انا في المباريات. والحمد لله حتى خلال مراقبتي لي ما تحصلتش على بطاقه صفراء يعني. مراقبه لصيقه، تعرف لما تلعب ضد واحد يعرف يحمي كوره ويعرف ينحي كوره. طبعا ما كانش فيه اللوائح اللي توا مخالفات بسيطه تاخذ عليها صفراء، كانت المخالفات معروفه يعني قويه، تكون قويه جدا بطاقه صفراء يا حمر. بفضل الله يعني الحمد لله نحتفظ بصداقه كل الناس، تربطني بهم علاقه كبيره. عبد الباري الشرقسي كلهم لعبت ضدهم يعني. يكفي انك انت تقول لعبت ضد عبد الباري وحسن النابولي، ولعبت ضد نور السري ويونس كشوت ومصطفى الحاج يعني اسماء كبيره والله اسماء مش في ليبيا. ويا هشام شوف الرياضه راه في ليبيا مش المستوى بس. الناس هادو صراحه تعلمنا منهم هلبة يعني، وببانا والله يعني لاعبين نفتقدوا النوع هذا من اللاعبين. ماشي حتى شخصيه اللاعب، احترامه وقدره ولبسه، حتى لبسه خارج الميدان واسلوبه يعني صراحه بعيد. مثلا لما جيت تقارن نوري السري باي لاعب في الوقت الحاضر بعيد المجال، ما فيش مقارنه اصلا. مقارنه مع عبد الباري. نتكلم على 40 سنه في الشغل في الفئات السنيه، فيها العديد من البطولات. يعني شن ابرز هذه البطولات؟ ولا تحصلت على العديد جدا من البطولات مع نادي الوحده بمختلف الفئات طبعا. الحمد لله بفضل ربي لاعبين اللي خرجتهم لمستوى كبير. وانت تعرف الفئات السنيه مش مهم البطولات بقدر ما مهم انك انت تخرج اجيال. الحمد لله يعني اللاعبين اللي دربتهم وصلوا لعبوا في الاتحاد وفي الاهلي وفي المدينه وفي عديد الانديه. اللاعبين اللي خرجتهم انا واللي خدمت، وشوف انا في رياضيين اخترت لمكان اي مدرب ما ينحش من حتى في مكان اللي يمكن يجيب مدرب يقول له لا انت مش في المكان هذا، خذ في مكان ثاني. الاختيارات نتاعي دائما كل اللاعبين في نفس المكان اللي حطيتها فيه يكمل فيه
المستوى نتاعها يعني. كابتن انور، لكن حاليا احنا يعني هل انت تشوف ان طريقة التدريب في الفئات السنية حاليا طريقة صحيحة؟ مثلا في جل الأندية اختيارات المدربين المنتخب، اختيار حتى مدربي هذه الفئات، يعني لاعب يعتزل يعطوه فئات سنية، يعني في عدم اهتمام. الدوريات على المستوى الدوري، يعني لاعب فئات سنية يتدرب في سنة كاملة، يلعب في 10 12 مباراة، ما هيش فترة تكوين جيدة. يعني كيف تشوفها؟ شوف انت طرحت اهم موضوع في الفئات السنيه اللي هو اختيارات المدربين. احنا نقول عمليه الانتقاء، سواء كان المدرب للاعبين ولا الاداره للمدرب، اسمها عمليه الانتقاء هذه بصراحه احنا بعيد علينا، بعيده كل البعد. الانديه بدات تدور في البطولات، يعني اي مدرب يجي حتى عنده فكر في راسه يصطدم باداره تبي البطوله، وهنا اكبر خطا. اكبر خطا انك انت تطلب بطوله من المدرب بقدر ما انت لازم تطلب منه كيف يخرج رياضيين، سواء كان مدرب براعم كيف يطعم الاشبال، والاشبال يطعم الاواص، والاواص يطعم الكبار، وهكذا وسلسله، والكبار يطعموا المنتخب. أكيد. لكن للاسف الشديد ان احنا هذه الحاجه ما عندناش. شوف انت كم تتكلم على الاخطاء اللي موجوده في الفئات السنيه عديده. اول حاجه الاطقم الفنيه للفئات السنيه، وكلمتك قبل هيك. تلقى النادي مدرب، هو المدرب، هو مدرب الحراس، هو الاداري، هو اللي يسوق في السياره قريب، هو ما يعرف شنو، هو اللي يعالج في الرياضيين، وهذا طبعا خطا. الاطقم الفنيه بتاع الفئات السنيه اللي تقل عن اقل شيء 5 اشخاص. ابسط شيء 5 اشخاص، لان تلقى المدرب يدرب في 30 رياضي. هل ال 30 رياضي هذا يقدر يعطيهم؟ ال 30 رياضي يقدر خلال ساعه ونص؟ وانت عارف ان الفئات السنيه مشكله ثانيه هذا موجود ملاعب، الاهتمام كله بالفريق الاول بالضبط. سواء من ناحيه التغذيه، ما فيش نادي يعطي تغذيه للفريق الفئات السنيه، ما فيش. ممكن في المباريات، لكن في التمرينات ما فيش. انعدمت التغذيه بالنسبه للفئات السنيه في الوقت اللي ممكن تلقى التغذيه للفريق الاول اللي هو واخد عقد وعنده عقد مع النادي، مفروض يصرف على روحه، رغم ان الفئات السنيه اهم يعني. طبعا، لان هو البناء وين يتم؟ البناء يتم من تحت. حتى نحكي على البنيه بتاع الجسمانيه بتاع اللاعب تخدم من تحت. كان كبر خلاص، يعني زي العود اليابس ما عادش تقدر تغير فيه شيء. اضف الى هذا المدربين سامحهم الله، مش الكل، عمري ما نتكلم على الكل، انا ديما نتكلم على اخطاء موجوده عندنا. تلقى هذا الاغلبيه، تلقى هذا ابوه رئيس نادي، تلقى هذا ابوه دكتور، هذا ابوه في الجوازات، هذا ابوه في مش عارف وين، هذا ابوه في كذا. سوء الاختيار يعني. لا مجاملات. هذا ابوه مش عارف ايه منصبه كذا. لا المدرب المضبوط ما يفرقش الا بالموهبه. الموهبه مثلا بناخذ 30 رياضي يكونوا تحت الفرز، و30 رياضي هم الافضل من اللي انتقاهم في كلهم. يعني طبعا الانتقاء يختلف. انا ممكن عندي 3 حراس يجوني مثلا 7، انا ما نقدر ناخذ ال7، ناخذ 3 الافضل. فمعليش حتى لو كان صفى 4 يكونوا كويسين، لكن اللي عنده احسن منهم. لكن هو للاسف الشديد مرات يصفوا ناس افضل من اللي، لكن عدم وجود الفرصه الكامله. يعني اللاعبين فئات سنيه ما يعطوش فيهم فرصه كامله في الاختبارات حسب ما نشوف. هذا مسوى ثاني. شوف تو انا بالنسبه لي، انا لما ندرب انا طبعا طالع بجيل 2006 2007 2008 بادي حتى 2005 قبل، لكن خلاص 2005 اصبحوا كبار. فانا 2006 و2007 و2008 بادي بهم من سنوات عديده، يعني اكثر من 10 سنوات. ما نقدرش ندخل عناصر جديده في فئه الاواسط. مثلا تو انا حاليا ندرب اواسط، ما نقدرش ندخل عناصر جديده الا لما يكون يعني سوبر. نعم. عالي المستوى جدا. لكن ما نقدرش ناخذ اي رياضي نضيفه لفريقي. يعني تو مثلا نجي نكلمك السنه هذه انا اخذت 2 لاعبين فقط او 3 لاعبين في فريق. ليش؟ لان عندي فريق جاهز. فانا ما نبيش نجيب رياضيين اكثر من 30 رياضي، لان هو عدد البطاقات الممنوح عليك 30 بطاقه. لكن انا الانتقاء في الفئات السنيه الصغرى هو اللي المفروض يكون. انا تو مثلا الواسط يعتبر فريق الرديف، الفريق يكون حتى فريق اول هو. يعني انت تقصد ان في البراعم والاشبال المفروض مساحه الاختيار تكون اكبر. لكن انا عندي رياضيين كويس، عندي رياضي بادي لي عنده 10 سنوات او 8 سنوات او 7 سنوات بادي معاي من الفئات السنيه، من هو ناشئ باهي. ما نقدرش نبدله برياضي ثاني من نفس المستوى ولا اقل منه بشويه. لازم ناخذ ولو كان مستوى افضل. قلت لك اذا كان يكون سوبر ناخذه، ما فيش، ما يبان هو الرياضي السوبر يبان من اول تدريب. يبان بالدليل اني اخذت 3 لاعبين، واحد منهم ما قامش ولا مباراه لا وديه ولا احتياط يلعب رسمي. يعني ليش؟ لانه هو مستواه اهل انه يلعب رسمي. ما هو جايني من نادي ثاني، فهمت؟ وبصراحه لاعب مميز فاخذته، هو مدافع. فانت اخذت حارس مرمى
لان في عندي حارس مرمى مشى للمدينه فاخذت حارس مرمى، وهكذا يعني، او اخذت حراس خذيت. لكن هي في جزئيه يعني احنا نلاحظوا ان اللاعب يمشي براعه مشباله وسط، بعدين في الكبار في ناديه اللي هو تمرن فيه ولعب فيه ما عادش يلعب في الكبار. يعني هنا المشكله، هنا مشكله كبيره. انا نقول لك شو واعتقد السبب. نادي واحده من المشاكل تعاني منها الفئات السنيه. انا نقول لك شنو السبب. نعم. السبب ان الانديه تبحث عن الجهز. كيف؟ يعني مثلا جيت تشوف لاي نادي في طرابلس مثلا في الممتاز مثلا تسع لاعبين اجانب، 9 لاعبين اجانب من غير اللاعبين الوطنيين اللي يجيبوه مثلا من النادي الفلاني والنادي العلاني. نعم. اما وين الرياضي الاوسط اللي بياخذ الفرصه مع رياضيين زي هم؟ يعني 9 لاعبين اجانب لو تعد ال 35 او 36 نادي تلقى عندك 13 فريق اجنبي في ليبيا. عندنا 13 فريق اجنبي حاليا، لو تجمعهم هم الاجانب يكونوا 13 فريق. 9 اضرب في 36 35 نادي، لان نادي دار رسمي نادي يعني. 9 بكل نادي، يعني كل 10 انديه عندهم 90 لاعب. رقم خيالي، رقم كبير. 90 في 3 انت 90 كم يكونوا فريق؟ 90 عندك كل فريق 30 بالضبط. هذو 3 فرق، وهكذا 3 فرق ثانيين، وهكذا 13 قريب 13 فريق اجنبي. بالاضافه لانهم يجي يبحثوا عن الجاهز، ما يعطوش فرصه، ما يصبروش على اللاعب الناشئ. ما عادش فيه. حتى في حاجه ثانيه اخوي هشام، جراءه المدرب ما فيش. حتى جراءه المدرب يبي الجاهز. انا نسمع في مدربين اللي بيقول لهم جيبوا لي فلان مثلا، نبي مثلا لعيب صوبر، نبي لعيب كويس. انت خذ لاعبين 3 4 لاعبين، لكن نفس الشيء خذ 3 4 رياضيين. لكن نادي يرجع حتى الاداره المفروض تفرض على المدرب انه ياخذ 5 رياضيين من الاواسط، تفرض عليه فرض، ما نفرطش فيهم. حتى ما تبيش تلعبهم لكن يقعد يتمرن مع الفريق. انت مسموح لك 25 لعيب كويس. هم تعال شوف دورينا احنا قديش بيلعب مباراه الفريق الاول. المشكله ان ال 35 فريق والفريق الاول يلعب فيه 9 ذهاب 9 اياب. باين انت يا اخوي هشام الكارثه الكبرى نشوفوا في لاعبين اجانب قامز احتياط ما يلعبش، يدخلوه ربع ساعه الاخيره ومرات ما يلعبش بكل. باين انت لاعب اجنبي هذا. رغم بعض اللاعبين محسوبين محليين. إيه؟ ذات شمال افريقيا والسودان وفلسطين. السودان. قصدي والله نقول لك يعني فيه عده اخطاء مش من المدرب فقط، مدرب الاداره، حتى الاداره مساهمه. الاداره المفروض تفرض على المدرب انه ياخذ 5 رياضيين من الفئات السنيه اللي هم من الاواسط، اللي مش اللي قاعدين في الاواسط، اللي راكبين خلاص مثلا 2005 اللي فاتوا، نفرض عليه ياخذ من اقل شيء 3 يسي. لكن كلهم نسجدهم مشكله بصراحه بامانه والله. ويجيبوا رياضيين اقل منهم مستوى. من خلال الفترة الزمنية هذه كلها يعني اللي انت فيها في الفئات السنية، هل تشوف ان نظام الدوري الفئات السنية يساعد على تطوير هذه الفئات مثلا؟ لا بالعكس، يوصل اللاعب الناشئ لعقلية فريق اول بامتياز مثلا؟ تو في عندنا نقاط متشابكة شوية، في عندنا نقاط متشابكة. مثلا الدعم اللي ياخذوا فيه الأندية، أنا عارف أنك ممكن تطرحها بعدين. لكن هنا بنجول الدعم اللي تعطي الأندية في شنو ينعطى في جبان لاعبين. يجيب لاعب أجنبي، يجيب لاعب مثلا يعطوه 3 مليون يصرفهم في لاعبين أجانب، مدربين ولاعبين أجانب ومعسكرات، وفي الوقت اللي ما تلفتش للفئات السنية. تعال مثلا نجول الفئات السنية، تلقى فريق من الفئات السنية في الممتاز يخسر بنتيجة 8 و9، وفي الممتاز فريق في الوقت اللي تلقى فريق، مش كلام على الوحده ناحيه الوحده، لا تلقى فريق في الدرجه الاولى مثلا الشط افضل من عديد من الفرق اللي موجوده في الممتاز في الفئات السنيه. فهنا في خلط في الامور. يعني انت فريقك في الممتاز ان شاء الله حتى تعب الفريق، الفئات السنيه مش مهتم بها، يلعب في الممتاز في الوقت اللي تلقى فيه فريق ممكن تستفيد منه يلعب في الدرجه الادنى. عندك اليرموك، عندك الوحده، عندك الشط، هذه فرق عرفت بالفئات السنيه، هاي تلعب في الدرجه الادنى. ولو ما ركبوش ل 14 فريق هم كان تشبح الظهر وتشبح الترسانه وتشبح فرق قاعده في الدرجه الثانيه. فاهم؟ الدرجه الثانيه. يعني قصدي هذا صحيح مش صحيح. ثاني حاجه انت نجو الموسم الماضي مثل الاشبال، كنت ندرب في الاشبال الموسم الماضي، لعبنا 5 مباريات ذهاب و5 مباريات اياب فقط، 10 مباريات. فتره غير كافيه. يعني عندي كثير رياضي معليش، حتى لو ما تبتش تشكيله، لما تبش قسم انت 30 رياضي على 10 مباريات. يعني مثلا قديش بيلعب الرياضي؟ تلقاه لاعب 5 مباريات او 4 مباريات. يعني الرياضي الكويس كامله. فريق البطل عم نول لعب 9 مباريات 4 ذهاب و4 اياب ومباراه البطوله اللي هو كانت ما بين المجد وما بين الظهره. يعني الظهره والمجد عم نول لعبوا 9 مباريات اشبال. كيف احنا نقدر نطوروا من مستوى البطولات على مستوى الفئات السنيه؟ يعني
في عدة كمدربين في عدة أشياء، في عدة عوامل. إنك أنت أول حاجة الإدارة، لازم عقلية الإدارة متاع النادي، نجولي عقلية الإدارة متاع النادي اللي هي لازم النظرة الكبيرة تكون للفئات السنية. ما عادش كلفك شيء لما تخدم لوطة وتطلع فريق موهوب، تلقط حتى تلقط من الأندية الثانية الصغيرة وكذا، وتجيب تاخذ. يعني لما تدير فريق كويس في الفئات السنية، وبعدين خلاص أنت لما يركبوا كبار يبدو مهيئين إنهم يلعبوا في الممتاز ويلعبوا في الدرجة الأولى. إذا أنت خدمت قاعدة صح، ويلعب مباريات، كتر له مباريات ودية وكذا، واهتمام، ومدربين أكفاء. حتى ولو جبت مدربين أجانب أنا مش ضدها. أنا واحد من الناس، أنا سمعت الحوار بتاع رئيس نادي الوحدة السيد عماد التركي، إنه هو يتكلم على أساس إنه بيجيبوا مدرسة تركية، والعادي كويس. إذا كان هم يعطوا الإضافة والله العظيم شيء ممتاز، وأنا نشد على إيده، نشد على إيده هذا حتى المدرب الوطني بالضبط. ونحط معه مدرب وطني يتعلم منه ويستفيد من المدرسة اللي جاية. حاجة تانية، منتخبات المناطق المفروض يرجعوا لمنتخبات المناطق، ما تكونش موسمية. كيف منتخب المناطق مثلا سبها طرابلس، سرت مثلا، أو مصرات، المنطقة الوسطى، المنطقة الشرقية، المنطقة، وهكذا يديروا مثلا 7-8 منتخبات، 10 منتخبات، كل فترة ما يا اما عطلة نص سنة كذا يلعبوا بطولة، يدير لهم بطولة ببعضهم، بطولة سنوية. هذه بطولة لازم تقام. في نفس الوقت المدربين يبدو عين كاشفة. لكن تعال تشوف مثلا لما يكلفوا مدرب في 17 سنة، مثلا نشوف الموسم الماضي هنا يكلفوا مدربين، راهو ما ننتقدش فيهم كأشخاص، ننتقد في الإجراء. تجيب لي مدرب يدرب في البراعم تعطيه شبال، هو ما شافش بكل الدوري الأشبال. تجيب مدرب أواسط تعطيه دوري فريق البراعم، هو ما شافش دوري البراعم بكل. لازم يكون من المدربين اللي هم من الفئات نفسها، من الفئة نفسها، وشايف المباريات. وبعدين نقول لك على حاجة تانية، حتى المدرب، شوف المشكلة وين. المشكلة حتى المدرب اللي يدرب في الفئة نفسها كويس. أنا مثلا ندرب في الوحدة عم نقول نلعب في نفس التوقيت اللي يلعبوا فيه الشط، ويلعبوا فيه الترسانة، ويلعبوا فيه المجد، ويلعبوا فيه كذا. ما عنديش وقت باش نشوفهم إلا النهار يلعبوا ضدي، وكان في مجموعتي هذا. إذن وين المدربين اللي الانتقاء؟ إذن لازم الانتقاء يكون من مجموعة مدربين حتى مش عاملين، حتى مش مدربين عاملين. يعني مش يكون يعني مدرب عنده خبرة وعنده في الانتقاء، مدربين المعتزلين يعني تجيب ينتقوا لاعبين، وبعدين يجي يكلفوا مدرب يشوفهم ويلعبوا الدوريات، يبان وتضيف، تفتح الباب، ما تسكرش الباب، افتح الباب للانتقاء. لكن للاسف الشديد ما فيش. راهو منتخبات يعني موسميه، يقول لك ببطوله في تونس، بعدين يلوموا على المدرب ويلوموا على الفريق، والله ما عندناش فريق، ولا كورتنا فارغه. اصلا انت خدمتك كلها غلط. يفترض قديش مباراه للفئات السنيه؟ شوف على العمر مثلا، انا نقول لك ما يقلش الفئات السنيه. مثلا البراعم 30 مباراه، اللاعب المفروض يلعب 30 مباراه. بالنسبه للاواسط والاشبال ما يقلش عن 45 مباراه، 40 الى 45 مباراه ما يقلش. فهمت؟ يلعبها في الموسم الواحد من غير مباراه وديه، مباراه رسميه، هذه مباراه لعب. فهمت؟ هيك ممكن تخلق لاعب يكون عنده خبره. لما يكون مثلا تجي تشبح يقول لعب قديش مباراه هو في البرعم، لعب 30 مباراه برعم، ولعب 40 مباراه اوسط، و40 مباراه اشبال. لما تجي تعدهم له 120 مباراه. كويس. رقم في خلال 3 سنوات. هو اكثر من 3 سنوات يقعد في الفئه. هو يقعد يعني لما تجي تعد له هو عنده 3 سنوات برعم، او قول سنتين برعم وسنتين اشبال، ودير سنتين اوسط. ما تقول 6 سنوات فئات سنيه. 6 سنوات في كل موسم يلعب كل سنه يلعب 30. كويس. اضرب انت ال6 سنوات في 30 تلقى لاعب 180 مباراه قريب. 180 مباراه عدد كافي من غير المباراه الوديه. يعني في نضج تكتيكي، وفي بالضبط. وراه نقول لك حاجه اخوي هشام، راهو احنا جيلنا، احنا توجيه نتكلم على جيلنا، احنا جيلنا احنا ما نلعبوش مباراه وديه، وما ندربوش زي ما يدربوا تو. ما عندناش مدربين. كان مدربنا احنا كان مدرب حراس، وهو اللي يسوق في السياره، استاذ رمضان رحمه الله عليه. كان هو اللي كل شيء هو. ما نعرفوش الا هو، ما نعرفوش الا المدرب بتاعنا. فهمت؟ يعني تو مدربين وتتفرج على روح. انا مثلا لعبت كوره حوالي 13 سنه او 12 سنه اقول، لما نجي نعد الصور اللي عندي ما يجوش 25 صوره 30 صوره. تو ممكن واحد في مباراه واحده يصور لي روح 30، يجيب خوه ولا كذا يصور لي حتى فيديوهات. انا ما شفتش روحي لما لعبت في الممتاز. انا كان في فيديوهات بيسجلوا لي مباريات نتفرج عليها. فهمت؟ يعني ما كانش في عندي فرصه اني نتفرج على روحي كيف نلعب باش نشوف الاخطاء. انت تو ممكن تجيب خوك يصورك في التدريب وتصلح اخطاء. يعني تو يتفرجوا على الكرات العالميه واحد. احنا كنا في فتره الصيف نتفرج على الكره العالميه ولا فيديوهات. لما طلعوا الفيديوهات 79 ولا 78 بدنا نتفرج على كوره. زمان لما جابوا حوصله نتاع كاس العالم سنه 70 في المكسيك، جابوها في سينما اللوكس ساعتها، مدتها ربع ساعه ولا نص ساعه ولا
تفرجوا حوصلة مباريات، لكن تو يتفرج على الدوري الطلياني ويتفرج على اللاعبين. هم شنو المشكله الرياضيين الصغار ينتقوا في اللبسه، الرقم، الحركه اللي يديرها بعد لا يدير الجول، ما يشوفوش على اللعب والاداء والتكتيك. ما يشوفوش مثلا كريستيانو رونالدو كيف وصل للمستوى هذايا، قاعد عمره قريب يخش ل 40 سنه وقاعد يأدي كيف وصل للمرحله هذه. ما يشربش مشروبات الغازيه، كذا، ما يدخنش، يرقد بكري، ينوض بكري، مش عارف ايش، يعني يتبعوا في القشور بس. ميسي كيف شعره، ميسي كيف نحى فانيلته حطها في الوحده، كريستيانو كيف دار عضلاته، هذا اللي يشوفوا ما يتبعوش في الجوهر يعني. والمدربين نفس الشيء، راح حتى المدربين توقيت اللعب كارثه بروح هذا يعني، هذا كارثه بروحها. كارثه بروح. لعن توا والله نقول لك الاتحاد الفرعي طرابلس، نتكلم احنا في المنطقه اللي موجودين فيها، تقدر تقول معقول جو ساعد، يلعبوا الساعه 10 الصبح، يلعبوا الساعه 11، يلعبوا في المساء لكثره الملاعب. تو قبل كان في ازمه، لكن تو في كثره ملاعب تقدر تقول توقيت كويس. لكن نرجع وين المشكله؟ المشكله في التدريب في الانديه. النادي عنده ملعب واحد، جي نادي الشطي عنده ملعب واحد، نادي الوحده ملعب واحد، مش عارف ايش نادي واحد، المدينه الفتره الزمنيه لتدريب هذه الفئات المفروض قداش؟ هو مفروض الفريق يتدرب ساعه ونص، اقل شيء ساعه ونص يتدرب الفريق. وبعدين الواسط المفروض يتمروا اقل شيء 5 ايام في الاسبوع، 5 ايام في الاسبوع. الاشبال ممكن يتمروا 4 تدريبات، البراعه ممكن اقل، لكن التدريب يكون مثلا انت بتدرب براعه، ما تبي بدني اكثر شيء، بتعطيه فني مهاري. فهمت؟ الاشبال ياخذ جرعه تدريبيه متاع بدني، وياخذ جرعات تدريبيه اكثر، يعني مساحه اكثر متاع 60%، ما تكون فني 40%. لكن الواسط لا، ممكن 50-50، يعني 50-50 بدني وفني زي الكبار بالضبط. لان الرياضي الاواسط رياضي كبار، يلعب في لحظه في الكبار يفترض به. فالحاصل ان حتى المشكله في شنو؟ المشكله في توقيت التدريب. لما يخش الصيف، فتره الصيف، لان دورينا حيخش في الصيف، بالضبط دورينا هنا ممكن يستمر حتى للصيف او في ايامات في حر. فتلقى الرياضي يجي الساعه 2، بعدين عندي رياضيين يلعبوا في مباريات وهو صايم، يجي للمباراه وهو صايم، يروح من المدرسه يخش للتمارين ولا للمباراه ويصير له هبوط. وصارت لي هلبة رياضيين يصير له هبوط. فديما ناكد على الرياضي، انت خذ حتى موزه ولا خذ حاجه كلها قبل لا تجي التمارين، لانه يجي مسكين بطنه خاويه. بعدين حتى الانديه عمرها ما جابت خبير تغذيه يعطي محاضره في التغذيه، ما فيش عمرها فيش نادي جاب حاكم وقال له اعطي محاضرات في قانون الكوره، لان الرياضي تلقى فهم غلط. انا قعدت نصلح للرياضيين نتاعي شنو هو كابتن الفريق مثلا. الرياضيين كلهم فاهمين، حتى في المنتخبات نتاعنا فاهم ان يجي ياشر على الرايه، يجي الحاكم ياشر الرايه ان رئيس فريق، يتكلم في حاجات فنيه ولا حاجات في قانون كره قدم ويقول لنا رئيس فريق. ما عندكش علاقه، انت رئيس فريق على فريقك، انت مع الحاكم تدير قرعه، في حاجه ملاحظه معينه بتقولها للحاكم، بيوصل لك معلومه توصلها لزملائك في اللعب، هم فاهمين. تلقى لاعب منتخب، كابتن منتخب ليبيا، ويناقش الحاكم يقول لنا رئيس فريق. رئيس فريق هو الحكم عطاه المخالفه يجي يناقش فيه كلام هذا لا. والمشكله يبدا ياشر على الرايه اني رئيس فريق، تكون رئيس فريق على فريقك مش علي انا حكم مباراه، انت ما تخطاش حدودك معي، انا خلاص صفرت ركله جزاء، خلاص النقاش زايد. فهمت؟ فتلقى اللاعبين بتاعنا احنا حمراء وصفراء ومش فاهمين قانون. وحتى قانون كره قدم سامحني، لو تجي للرياضيين اللي يلعبوا في الممتاز توا، الرياضيين اقسم بذات الله اغلبيتهم ما يعرفوش، اغلبيه ما مش كل اغلبيه ما يعرفوش قانون كوره، ما يعرفش. حتى كان تقول له اختار ركله الجزاء ما يعرفش يعددهم لك. الثقافه الرياضيه ناقصه، ما فيش وانت شو المانع؟ انت تو العالم قريه صغيره، انت تخش للجوجل تحط تقول شنو الاخطاء نتاع ركله الجزاء، كم خطا وشنو هي وشنو كذا، تلقاه المعلومه. اطوال المرمى، وزن كره القدم، تعال جيب اي رياضي يقول له وزن كره القدم قداش، قول له اطوال الملعب شنو هو، علاش رايه الركنيه ما يقدرش الحكم يلعب مباراه بدون رايه ركنيه، اسئله ما يعرفش ثقافه صفر. الأكاديميات والمدارس الخاصة موضوع ساهمت في تطوير الفئات السنية. هو موضوع مهم جدا، لكن هو ما سامحني ما فيش حاجة اسمها أكاديمية في ليبيا نهائي. في العالم العربي كله ما فيش إلا أكاديميتين، أكاديمية محمد الخامس وأكاديمية اللي هي في قطر. هذه بزوز أكاديميات، لأن شنو أكاديمية شنو عندهم كل ما يسمي فمك من إمكانيات كلها، حتى المسرح عندهم كل شيء عندهم، عندهم الجاكوزي، عندهم مش عارف ايش، عندهم الملاعب، عندهم خبراء نتاع التغذيه ومتاع كل شيء عندهم، ملاعب مش ملاعب. اما هنا يقول لك اني اكاديمي هم اجر ملعب وعنده 10 كور، فهمت ولا؟ ويجيب رياضيين بال70 وبال80 رياضي، يقول لك انا مدرب، ولا يقول لك انا عندي اكاديميه، مش اكاديميه معليش، يقول مركز تدريب، انسب مركز تدريب، انسب كلمه، انسب تسميه، هي انسب تسميه. حتى مدرسه لا،
مركز تدريب هذه انسب تسميه للعمال اللي يقول عنها اكاديميات. الاكاديميه راهي كلمه كبيره، كلمه مش سهله، فهمت؟ طبعا هو ما حدش ينكر ان احنا لازم نقولوا نشكرهم الناس هذا، نشكرهم، لكن في اشياء لازم يراعوها، لازم في اشياء علميه، في معايير ثابته ما يتجاوزهاش. هم ناس باذلين مجهود كبير، خلينا من اللي يبحث عن الماده، لكن نتكلموا على الناس اللي غرضها التطوير. في ناس غرضها التطوير، بيطلع اجيال، هو هيك عنده طموح انه يطلع لاعبين يوم من الايام يذكروه بالخير، فهمت؟ لكن شنو الاخطاء يا اخويا هشام في الملعب؟ انا مشيت لجنوب افريقيا، رفعت منتخب ليبيا سنه 2010 كاس العالم ودي، اسمها داناون تاع الياغورت، الياغورت حضرها حتى جوزيف بلاتر. فانا رفعت منتخب ليبيا اللي هم مواليد 98 99. ما فيش هو اللي عندنا النظام هو اللي موجود، ملعب تنس، ملعب مسكر حبيله وصور، ما فيش. هم ملعب كرة القدم مقسميننا بايشين المسوى. ليش هذاك افضل من هذا؟ هذا النظره نتاع الرياضي تقعد ضيقه في مسافه ضيقه، لنا شباك هنا صور هنا، ما فيش، ما عندهاش. تلقاه يلعب تلقاه يلعب كرة خماسيات. لكن غادي لما يكون مقسم الملعب راه نفس الاطوال ممكن، لكن مقسم مفتوح، ملعب كرة قدم مفتوح لكن مقسم، يبدا اللاعب عنده النظره الشامله. لكن هيك لما تجيب يقعد يلعب في مكان ضيق، يلعب حتى لما تجيبه في ميدان كبير ما يعرفش يلعب. ولذلك هنا يجونا لاعبين حتى في البراعم وفي الاشبال، خلاص هو البراعم اغلبيتهم في الاشبال يجوا للانديه، يجي تلقاه مهارته كويسه، مخدوم صح، مهارته وكل شيء كويس، لكن ما يعرفش يلعب الا في مكان ضيق، ما يعرفش التسلل. هذا الملعب اللي تدرب ما يعرفاش. ممكن في البراعم ناخذ نعدله، لكن في الاشبال مرات يبدا صعب، لان اخر له سنه في الاشبال والموسم اللي بعده في الوسط. فنتعب معاه انا باش نعلمه كيف يوقف، نتعب معاه، ما عادش لان هو فتره الزمن التدريبي حصه تدريبيه بسيطه عندي. فانا مش نقول الله باش نعلم رياضي كيف يطلع من التسلل وكذا، مش انا ما نبيش، ما عنديش الوقت، فهمت؟ فدائما انا ديما ننصح عمال المدارس ان هم يطلعوا، او قلت لك مراكز تدريب، يطلعوا يلعبوا ضد الانديه، يلعبوا ضد الانديه، على الاقل الانديه تنتقي منهم، تعطيهم مقابل مادي. انا افضل ان يعطوهم مقابل مادي وياخذوا منهم الرياضي هذا ينجح، مهاره تبان، هي المهاره عند الصغير تبان. ولذلك انا هي لازم نشكرهم اول حاجه، هم عمال، لكن مش مقنن العمليه. لما تجي وزاره الرياضه مش مقننه، ما زال تحتاج الكثير من التطوير بالضبط، ما دعم بالامكانيات. حاليا مش متطوره العمليه دي، مش متطوره نهائي. اختيارات المدربين المنتخبات الوطنية في هذه الفئات نشوف فيها كارثية بعض الشيء، هي بالعلاقة، تعتمد على العلاقات أكثر من الكفاءات. ولعل النتائج الأخيرة لمنتخباتنا في الفئات السنية توضح هذه من الاختيارات فيها مجاملات كثير. كيف تشوف فيها؟ تو لما تجي تكلم أنور تقول لي أنور تكلم لي على السلبيات، زي تو تكلم ندوي لك من الصبح لليل وانا ادوي لك على السلبيات. مجرد ما يكلمني اتحاد الكوره يقول لي تعال بنكلفوك بالمنتخب نفرح نمشي نجري، ماشي بالسلبيات. انا عارف السلبيات، مش انا نقول لا كان تبوني نشد وعندي كذا كذا لازم تديروا لي كذا لازم، لا يفرح. انا واحد من الناس تو يكلموني غدوه يقول لي تعال درب المنتخب نفرح نمشي نجري. وهذا غلط. انت تبدا مش مقتنع بشيء وتديره، انت مش مقتنع به، النتائج بتجي عكسيه بالضبط. انا تو اجي يقول لك تجي لي مدرب يقول له والله كيف خسرتوا مع فريق 6 وخسرتوا كذا، يقول لك راجل تلقتنا في اسبوع ومشينا نلعب. انت ليش وافقت اصلا؟ انت ليش وافقت؟ نرفض من الاول، نرفض، ما نديرش الشماعه اسمها انت من الاول المفروض ترفض. لو نرفض انا ويرفض هشام ويرفض فلان خلاص يضطروا انهم يجوا للصح. لكن انا نقبل، وانت ما دامك انت تقبل معناها انت مقتنع باللي تدير فيه، بالدليل انك قبلت بالضبط. ما عادش تديرها شماعه. انا والله ما وفروليش، انا والله مشيت ولعبنا مباراتين وديت في ليبيا ومشينا غلطه. انت ليش تقبل؟ انت من ضاربك على يدك، ارفض. لكن للاسف الشديد كنا نفرح، ولما يكلفونا نفرح ونمشي نجري. ما فيش، انا ما شفتش مدرب رفض، كلها تقبل. اعطيني مدرب رفض قول له زود درب منتخب فئات سنيه وقال له ما نبيش، ما فيش. والمشكله تلقاه ما عمرش درب فئات سنيه يقول له برا درب فئات سنيه يفرح وهو متخصص كبار. هي المشكله الاكبر، فهمت؟ تلقاه هو مش عارف حتى كيف يتعامل مع الفئات السنيه. حتى لما تسال تقول له ايش رايك، بقول لك على حاجه وهذه طامه كبرى تو موجوده في ليبيا. مثلا في عندنا مدربين تو حاليا ما يخدموش سواء تو ولا حتى المده اللي فاتت قبل الدوري، في مدربين كانوا مش عاملين. تعال كلمه قول له شد الاوسط، يجي يرفض.
انا كنت ندرب في منتخب، انا كنت ندرب في نادي، نجي نشد صغار ولا ماني شادهم، شنو يعطوني ندرب صغار؟ ما هو انت بدل، انت زي السياره لما تعطل بالوقوف تفسد. انت لازم استمراريه، انت اخدم في الفئات السنيه لغايه لما يجيك فريق. بالضبط. اخدم انت ان شاء الله، تخدم مجانا، ما تدورش فلوس، انت ان شاء الله تخدم مجانا، ما تقعدش واقف. تو الحكام عكس المدربين، الحكام يحكموا في دوريات شوارع لان هذا النادي لازم يخدم، لازم يخدم يشتغل بشكل لازم مستمر. يشتغل. لكن تقعد راقد والله في حكام حكموا حتى بلاش، حكموا بلاش انه هو يشتغل يعني عند الاستمراريه. زي الحارس لما تنحيه من المرمى، تو اي حارس يعتبر غبي لو يمشي لنادي قامس بونكينا. اي حارس يطلع من انه هو حارس اساسي يمشي نادي ثاني بونكينا غبي غير صحيح. قضيت على نفسك انت. في فتره من الفترات كان عندنا حارسين على مستوى عالي جدا، سمير عبود ومفتاح غزاله، لما جابوا اليوسف كريستين قريب انتهوا انه قامز يقول بونكينا حتى في المنتخب بونكينا قريب انتهوا لغايه ما لا بنلعب. تغيرت النظره. قصدي هو راهو عدم توفيق وقستين هو اللي فتح الباب من جديد. كنت تتذكر في البطوله في 2004 البطوله الافريقيه بتاع 2006 في مصر، بالضبط في مصر، لم يوفقوا. لما يوفقش خلاص رجعوا، وبعدين يلعبوا. شفنا سمير عبود وشفنا المستوى بتاع فتح غزاله، يعني مستوى كبير جدا بصراحه. سمير عبود دار جرناطه غير عاديه، بعد لك قاعد يلعب لانه كان بينتهي بالضبط. كان استمر. نفس الشيء تلقى حارس يلعب يمشي لنادي قامز مثلا. انا مش اتكلم على حراس لان في ناس هلبة يقول لك اتكلم على نادي، نتكلم بصفه عامه. هو يعرف روحه، كل واحد يعرف نفسه أكيد. وكل نادي يعرف. انت جبت رياضي حارس وقاع ما استفدش. زمان كان عندنا حارس ممتاز جدا، عنان، كان يلعب في الاهلي، كان احتياطي لمصباح شنقب، ما لعبش. كان واحد من الحراس الممتازين جدا، كان ممكن يكون بعد مصباح في تلك الفتره، يعني مش يكون احسن مصباح لكن يكون بعد مصباح، لكن بقاء في البنكينه قضى عليه، اضر به. فالحارس لازم يلعب، وكذلك اللاعبين، حتى اللاعبين. بحكم انك محاضر يعني معتمد في الاتحاد الافريقي، وكثر النقد يعني بين المدربين حول، وعضو في اللجنه الفنيه كنت. لا مش عضو، لا انا عباره عن محاضر بس. محاضر. لكن قاعد معهم نجلس كثر النقد. يعني ايش معنى دائما الدي الرخصه دي؟ وين البي والسي والاي؟ يعني الشارع والمهتمين بهذا الشان دائما يتهم المدرب الوطني بعدم تطوير نفسه، والمدرب الوطني يضع في الكرة عند اتحاد الكرة. فيا توضح لنا الصورة هذه شوي. أول حاجة خلينا نقولوا شنو هي الرخصة. الرخصة مش تطوير. الرخصة عبارة عن رخصة يعطيها لك للمزاولة. مثلا تو تلقى واحد ما يعرفش يسوق وعنده رخصة، جيبها بالمعرفة، جيبها بالصداقة، عنده رخصة. فهمت؟ عنده رخصة بالمعرفة بالصداقة، عنده رخصة، يشد أموره ويطلع الرخصة عادي. ولا أنا نسوق كويس، أنا نسوق ممتاز جدا، ما عنديش رخصة، شدني المرور يخالفني. أكيد. هذه الرخصة ما تطوركش. الرخصة اعتراف بأنك أنت مستواك كويس وخلاص. بس هذه أنك أنت طلعت من للبي للأول، من الأي للبرو وهكذا، ومن السي للدي للبي وهكذا. باهي، علاش احنا نعطي في رخص الدي؟ احنا مدربين أغلبيتهم بيعتزلوا خلاص. أغلبية المدربين اللي عندك أنت فوق 50 فوق 55، أغلب المدربين في ليبيا اللي تو عاملين، جيب لي مدرب أنت تحت 55 سنة، أغلبية في 50 واطلع. باهي، لازم يطلع جيل جديد، لازم يطلع جيل جديد. باهي، هذا جانب اللي هو نحن زي ما نطلع في حكام تجديد المدربين، يعني نفس جديد. تاني حاجة، أعطيني نادي الفئات متاعها كل فئة عندها 5 مدربين. ما فيش. أنت تعرف أن في عجز مدربي حراس حاليا، عجز. أنت تعرف أن في عجز في مدربي اللياقة البدنية، المعد البدني. نعم. باهي، المدربين، أنت يا سيد يا أنور عمرك فوت 60، تجربك قديش بتدرب؟ ما هو يوم من الأيام خلاص تقعد مستشار فني يا ناقد يا محلل، ماش بتدرب خلاص. حتى تعال شوف بنات البي ان سبورت، مش نحوا مجموعة بعمر السن ضافوا مجموعة جديدة. مش لا خلينا في اللي نحوهم. ليش نحوهم؟ قال لك خلاص سن الاعتزال، خلاص التقاعد، صح ولا لا؟ فأنت المدربين الجدد هذا، وهذا اللي بيستلموا الراية منا احنا بيمشوا بها.
زي ما احنا استلمنا من عبد الرحمن الساعاتي واستلمنا من الهاشمي واستلمنا الله يرحمهم كلهم استاذ رمضان واحمد بن سويد وهكذا، استلمنا الرياده ومشي محمد الخمسي وغيره، استلمنا الرياده ومشينا. فما في مدربين توا، في مدربين اقوى من المدربين الموجودين مثلا هنا حاليا، اقوى من المدربين الموجودين حاليا بمئات المرات ومعتزلين بالامر. زي فرحات سالم، زي محمد حميده، مدربين الفكر نتاعهم عالي، بكوا هلبة ما تقارناش باي مدرب. يعني احمد بن سويد ما تقارنهمش، لكن اعتزلوا بسبب السن، بسبب السن يعني اعتزلوا، خلوا المجال الثاني للغير. لكن ما تقدر تستفيد منهم كمستشارين، كناس فاهمه كوره، فهمت في لجنه فنيه، ويحبذ ان يكونوا هذه الناس اللي في لجنه فنيه. فهمت؟ نجو للدي. علاش الدي احنا ندفعوا في وجوه جديده. بعدين انت عندك علم ان اغلب، انت عندك 134 نادي غير درجه اولى يا رجل، هذا كبار، هذا كبار يعني نادي عنده 4 فئات، 134 في الاربعه. هذا غير احنا نتكلم عن الدرجه الاولى، مش كلمه عن الممتاز، نتكلمش عن الدرجه الثالثه والثانيه، مش كلمه عليهم، احنا نتكلموا على الممتاز والدرجه الاولى بس. انت عندك 36 نادي ممتاز. وعندك قريب 200 نادي، قريب 200 نادي. لو كل نادي مدرب، لو و200 مساعد بالضبط، و200 مدرب حراس ومساعد مدرب حراس، معد بدني. يعني تبي ارقام فلكيه. انت عندك ازمه، وفي نفس الوقت انت هل تبي تشد روحك انت تقعد ديما انت المدرب؟ لا يا انور، انت بتقعد انت بس المدرب، انت بس بتقعد، ما تبيش من ينافسك ولا كيف؟ انت بالعكس، انت المفروض تشجع الناس اللي تنتقد فيهم وتقول الدي انت ما تنتقدهمش. الدي هذا انت، هذا اولادك، هذا طالعين زي ما احنا تو ندربوا. انا ندرب في 30 رياضي اوسط، هل ال 30 رياضي هم بيطلعوا لاعبين منتخبات وواحد وبتاع المدينه وبتاع الاهلي وبتاع الاتحاد وبتاع الترسانه وشباب الغار وغير، بينجح منهم 5 6 رياضيين 10 رياضيين. ممكن ينجح بنادي كل الرياضي بتاعه، ونادي ثاني ما ينجحش ولا رياضي. بالضبط. فهمت؟ فاحنا نعطوا في دفعه جديده هذه دي رخصه محليه. ليه؟ سهل الاجراء نتاعها من الاتحاد العام، الموافقه وتمت، والعدد راهو مفتوح، تقدر تاخذ 70 50 40 30. لكن تاع الرخصه اللي تجي من الاتحاد الافريقي هذه كيف فيها نجاح وسقوط، وفيها عدد معين، ما تقدرش 30، ما تقدرش تشتري 30 نفر، وفيها مده زمنيه، فيها مده زمنيه، وفيها دفع فلوس هلبه. مش تقول لي 1000 جنيه هلبه، فيها هذه كايه بالدولار، هذه كايه الدورات بالدولار اللي يجيك من الاتحاد الافريقي بالدولار. ما يشبه، ممكن تدفع مقابل ليه ليبي، لكن هو بالدولار يحسبوا لك مثلا $1000 $1500 $2000. فهمت؟ وانت شروط صعبه. من السي للبي والبي للاي مثلا في فترات زمنيه، في فترات زمنيه، ويكون عامل راهو مش يكون راقد في حوشهم ويجيبوا وفي شروط راهو. مثلا الاي والبرو لازم يكون مدرب يدرب في الممتاز، يدرب في الممتاز ويخدم مدرب عامل مش راقد. لكن في جزئيه، في عندنا مجموعه مدربين عندهم الاي. انا سالت في حلقه سابقه الكابتن عبد الحفيظ ربيش حول عدم اعتماد الاتحاد الافريقي للرخص اللي تحصلوا عليها، الرخصه ايه، قال هي ان هي ما تفاعلتش في المنظومه. فلو عندكش فكره على هي مش ما تفاعلتش في المنظومه، هي ما بعتتش اصلا الاتحاد الافريقي القائمه بالاسماء المدربين 23 مدرب اللي خذوا الدوره في تونس، اللي هم نوجه لهم كل التحيه، وناس اعطوا لي الكره الليبيه هلبة. هذه هي ما اصلا ما كيف تدفع. هي الاتحاد الافريقي مجرد ما توصل الاسماء والنتائج وكل شيء يبعث يعتمدها، يبعث الاعتماد عن طريق صفحه المدرب نفسه. لكن هي اصلا شنو المشكله فيها؟ المشكله ان هي ما ارسلهاش المدير الفني في ذيك الفتره سيد جمال، ما بعثهاش للاتحاد الافريقي، اصبحت ما كأننا مش واخدين دوره. فهمت؟ ومن يحاسبه؟ من يحاسب من؟ يعني لما ما فيش من المشرف رئيس اللجنه الفنيه ما يبعدش القوائم، هي اللي المفروض يحاسب رئيس اتحاد الكوره. رئيس اتحاد الكوره هو اللي المفروض يحاسبه، يقول لي ليش ما بعثتش القائمه. كيف انا لما يمشي مثلا كابتن زي حفاظ ربيش مدرب منتخب وواحد واسم كبير يمشي لتونس وبيمسكين وتكفل بمشي وكل شيء، بعدين يوصل غادي وحصل موافقه وكل شيء انه يلتحق بدوره البرو، يقول له انت شهادتك ما زال مش متفعله. يعني الراجل كلهم ماشي ببالهم ان الدوره متفعله. توا شنو الحلول هنا؟ اللي حسب ما فهمت من الاستاذ فرحات ان هم بيدورهم زي المعادله، بيدورهم زي المعادله، يعني بيدورهم ممكن يدورهم امتحان ثاني، ممكن يدورهم شيء معين، ممكن يدورهم تجمع. انا سمعت انه بيدورهم تجمع في ليبيا او في تونس، والاقرب انه في ليبيا، وعلى ضوء يقيموهم، يعني على ضوء يعطوهم اللي ممكن، لكن هتحسب لهم بنفس الفتره هذه.
هل بيحسبوا لهم على الفتره الجديده إيه ولا طبعا، الفتره القديمه؟ طبعا اعتماد الاتحاد الافريقي، ما هو عنده منظومه الاتحاد الافريقي ينزل فيها تواريخ. هي تقريبا حسب ما حتى ما حكيت معك ومع عدد من المدربين ان الان اصبحت شروط تختلف عن لا هو ما عادش يقدر حتى، صعبه جدا تو، المبلغ المالي اكبر بكثير. حاجه ثانيه انك انت لازم تخدم في ناديك وتخدم، تكون مدرب عامل، وبعدين تمشي تاخذ دوره، وبعدين تولي مره ثانيه تخدم في ناديك، وبعدين تولي مره ثانيه، وهكذا 3 مرات باش 3 4 مرات باش انت تعطوك البرو، باش تاخذ البرو. وحتى الايه، حتى الايه فيها تجمعات، راهي فيها اكثر من تجمع مدربين باش يعطوك الشهاده او الرخصه فما. فالحاصل يعني احنا عندنا مدربين شبه اعتزلوا، عندنا مدربين اعتزلوا التدريب وعندهم ما عندهمش وهو يعتقد انه عنده. وللاسف الشديد، معلش سامحني اخوي هشام، في ملاحظه بنقولها لك، راهي كارثه كبيره لما مدرب ما يخدمش ويسعى على انه بياخذ رخصه. انا ما نخدمش، انا راقد في حوشي ما نخدمش، ونبي يعطوني بالرخصه باش بدير بها الرخصه، بتعلقها في الصالون. قصدي انت درب، امشي درب. وانا قلت لك ان شاء الله تدرب حتى واسط يا سيدي، يبدا عندك عذر، لكن انت قاعد راقد 3 4 سنين في حوشك وما تبي رخصه، ما تجيش بكل ما تجيش. انت ايش بدير بها الرخصه؟ انت الرخصه ايش بدير؟ بتعلقها انت بتطوق بها، بتقول انا عندي الرخصه بس، هذه اللي بتقولها انت. بس انا والله اي منهم اللي عندهم الرخصه البرو، انا عندي باهي وانت ما تدربش، باهي الرخصه ليش عاطينها لك انت؟ في رايك عدم وجود رابطه تجمع المدربين يعني وتدافع لحقوقهم، يعني هذا ينقص من قيمه المدرب الليبي يعني. هي مش داروا زي الرابطه بتاع المدربين ويمشوا يزوروا بعضهم في اجتماعيه ايوه. لكن انا نقول لك المساوي هو المفروض يكون في ميثاق شرف ما بين المدربين. فيش الميثاق شرف شنو هو؟ نحو استاذ هشام من تدريب نادي الترسانه ولا الوحده ولا اي نادي، المفروض ما نقصش انور طول بدله، ما نقصش بدله. قالوه تعال شنو يا هشام، شنو المشكله، شنو فيه؟ ما فيش، هو طول ينقص بدلك، طولي نحو هشام ينقص انور بدله. لا، لازم تسال زميلك ليش نحوه، لازم تسال زميلك ليش نحوه من التدريب، ما تنقصش بدلك. انت هيك وين؟ انت مرات مظلوم، زميلك هذا خشي له في اختصاصه بيلعب فلان ما تلعبش فلان، على الاقل افهم منه، يقول لك والله انا ظروفي الصحيه ما عادش ندرب، هذاك برا قال لك انا والله لقيت عرض اكبر، هذيك لحظه برا. لكن يقول لك والله خشوا لي في التشكيل لعب فلان وما تلعبش فلان وكذا، المفروض ما تخشش بدله لانه بيصير لك نفس الموال انت بالضبط. فهمت؟ فهنا وين الرابطه؟ ما فيش رابطه. الرابطه المفروض في عندنا اشياء معينه متفاهمين فيها كمدربين ان ما فيش واحد يتخطاها، ما تنقصش بدل زميلك الا ما تعرفش السبب. وايضا محاسبه اتحاد الكوره اذا كان في حقوق للمدربين الوطنيين مثلا ما اخذوهاش من خلال تدريب المنتخبات. تلاقوا المدربين الليبيين 90% نعم. في بعض الانديه نوجه لهم التحيه ان هم داروا عقود للمدربين، لكن كل المدربين الليبيين يخدموا غير عقود. معناها هل المدرب الليبي نقولوا مدرب طوارئ في الانديه؟ هو حتى اللي عنده عقد مدرب طوارئ، حتى اللي عنده عقد ممكن تجيك الاداره تخلصك في الشهر وتقول لك توكل. المدرب الوطني قادر على التدريب خارج ليبيا؟ ليش لا؟ كفكر تدريبي. خليني من التراخيص لا ما نحكيش على التراخيص، لا نحكي كمستوى لا. فني وتكتيكي. هل عنده قدره؟ والله في مدربين ليبيين صراحه عندهم فكر وفي نفس الوقت عنده إلمام وعنده شخصيته وعنده كل شيء. هنا ما حصلش، ما انت تعرف ظروف ممكن تو احنا عندنا بعض الليبيين طلعوا برا ليبيا نجحوا نجاح كبير في الوقت اللي كانوا في ليبيا، ما مش كان نجاح يعني كلاعبين نحكي فهمت. لكن نجون معتز الشلماني، احنا نتكلم عن التحكيم في ليبيا الناس كلها تنتقد فيه صح؟ جاب احسن حكم في افريقيا، وعندنا مجموعه لما يطلعوا يحكموا برا يرفعوا في الراس. ليش؟ لان هنا النقد هلبة، النقد هلبة. المدرب الليبي ما يطورش نفسه، المدرب الليبي مش عارف شنو، كيف يطور نفسه غير يطور نفسه غير كيف؟ اذا كان هي كل شيء بتطق مسكر عليه، كان بيطلع برا الدولار ب6 جنيه ونص، ما يقدرش يطور نفسه، ما يقدرش يدفع فلوس، خصوصا كان مدرب مبتدئ بيدفع لما تجي تبحث عليه اي دوره تقلش عن 14 20 الف جنيه، ما يقدرهاش. لك في مدربين محليين يتقاضوا في مبالغ كويسه بس ما لناش بين طلعوا انه ياخذ دورات. هذا شيء ثاني اخوي هشام، هذا شيء ثاني. هذا المدرب نفسه مش حابب يطور نفسه، هذيك غلطه اللي ياخذ في عقد كبير
اللي اكثر من 10,000 دينار ليبي، اللي ياخذ اكثر من 10,000 دينار ليبي، هذا هو مشكلته هو. يعني على سبيل المثال المدرب التونسي، في بعض المدربين اللي خرجوا خدموا في ليبيا سهام النقد توجه لهم انه هم كانوا معد بدني، انه هو كان مساعد، انه هو كان مثلا ماهوش مهيئ انه يكون مدرب اول، ولكن لما نجوا نشوفوا شهاداتهم نلقوا انهم طوروا من نفسهم، خذوه من. شو رايك انت في المدرب الاجنبي والنقد اللي صاير؟ هل طور من مستوى الكره الليبيه؟ المدرب الاجنبي فصيح اغلبيتهم فصيح في اللسان، يعرف يتكلم ويدير برستيج لروحه وكذا، فيغطي شويه على حتى كان عنده سلبيات يغطي عليها بالفصاحه نتاعه، وعنده اسلوب كيف يطلع، سواء كان مدرب مع احترامي مصري تونسي جزائري مغربي للجميع طبعا. لا احنا نتكلم حتى على جنسيه معينه، احنا نتكلموا على حتى الليبي، نتكلموا على المدربين اللي نتعاملوا معهم تو حاليا، احنا اكثر شيء اللي هم هذين، فهمت؟ فتلقاه فصيح، يعرف كيف يعرف يتكلم، يعرف يدوي مع الاداره وكذا، ويشرط عليهم اول ما يجي ويدير برستيج لروحه، فهمت؟ المدرب اللي بيجي مسكين هيك زي ما قلت انت طواري وخلاص، هو جاي طواري، مرات عارفوا انه مش حيستمر في النادي، خصوصا النتائج. المدرب الاجنبي تعطى له فرصه اكثر من المدرب المحلي، بالدليل مدرب السويهلي عام اول 5 هزايم من بدايه الدوري متتاليه واستمر، فهمت؟ في الصبر ما انا نجح في الاداره، نجح للاداره، لكن كان مدرب ليبي والله ما صبروا عليه 5 مباريات، صح، ما يصبروش عليه. هنا المشكله، المدرب الليبي حتى احيانا انا لما نجي نتعاقد مع النادي المفروض نقعمز معاهم، انا يعطوني شنو اللي بنفهم راسي من رجلي، نبي امتى كذا، امتى نفوز مثلا كذا، ما تعملونيش مثلا كان مباراه انا استلمت تو تقول لي نبي ترتيب، انا شنو هدفي في الدوري، النادي شنو هدفه، نجي نقعمز مع الاداره، هم بيتحاوروا، لازم نوصلوا لنقاط متوسطه ما بيناتنا احنا الاثنين، ما نبداش انا نجي نوعدهم باشياء كمدرب نقول لهم انا والله نضمن لكم السداسي ونضمن لكم مش عارف شو، نضمن لكم بطوله، بعدين تفشل في 4-5 مباريات، مشكله. فلازم يكون فيه حد حتى في العلاقه ما بين المدرب والاداره، يعني لازم يكون فيه ضوابط، موضوع ما فيش للاسف الشديد، اغلب المدربين الليبيين ما يدورش في ضوابط، ولذلك تلقى هو كبش الفداء، يعني تضحيه بيسار. المدارس الفنيه اللي ممكن خشت لليبيا ونجحت يعني في تحقيق نتائج وتطوير المستوى الفني مثلا، والله في مدرسه هولنديه نجحت في الاهلي، في المدرسه البرازيليه الارجنتينيه والبرازيليه نجحوا في الاتحاد، في مدارس هلبة نجحت في ليبيا والله، في مدارس كويسه. صربيا ممتازين لصقل. انا مفضل بصراحه صربيا وبرتغال واسبانيا تقول هني نوعيه كورتنا زيهم، قريب عليهم يعني، قريبه احنا قريبه. اول حاجه يعتبروا بحر متوسط، فهمت؟ يعني يعتبروا دول البحر المتوسط يعني قراب علينا، وفي نفس الوقت كوره قريبه بحر المتوسط، في حتى بطوله اسمها بحر المتوسط، عرفت؟ نعم. فصربيا هي يوغوسلافيا هذه مدرسه مشهوره في كره القدم معروفه، سواء كانت اي منطقه، مونتينيغرو، صربيا، بوسنا، كل هذه يوغوسلافيا. فيوغوسلافيا كانت مشهوره بكره القدم، يعني عندك المدرسه التشيكيه، المدرسه اليوغوسلافيه، طبعا التشيك خلينا منها، لكن نتكلموا على يوغوسلافيا مثلا، نتكلموا على البرتغال تشوفوا هنا الخدمه نتاع البرتغال في السنوات الاخيره. اسبانيا دي طفره كبيره، اسبانيا ممكن نقول لك الاولى في العالم تو اسبانيا، الالمان بعاد علينا شويه، الالمان بعاد، لكن الاسبان انت دول البحر المتوسط، يوغوسلافيا عندك. انا هذه اكثر مدارس نفضلها يعني في ليبيا انها تخدم يعني، ونجحت في ليبيا. عندك مدرسه هولنديه بعد علينا، لكن نجحت في النادي الاهلي بصراحه بامانه يعني، داروا قاعده كبيره في النادي الاهلي، حتى فئات السنيه كانت في النادي الاهلي كانت كبيره بكل يعني. المدرسه الارجنتينيه والمدرسه البرازيليه في الاتحاد حتى ما نجحوا نجاح كبير. كمحلل يعني كنت بتحليل الدوري الليبي في العديد من المواسم الاخيره، كيف تشوف الموسم الحالي من الناحيه الفنيه، من الناحيه التنظيميه؟ هل الدوري السنه هذه اللاعبين المحترفين قدموا اضافه، ولا نقول الحكم ما زال يعني؟ والله اسمع، خلينا نقول لك على عده اشياء. الشيء الاول ما زال، الشيء الثاني لحد الان لجنه المسابقات ناجحه بصراحه، فرق هلبة، لكن المباريات كلها نسمع فيها تمت، المباريات تمت، ما فيش اشكاليات في المباريات، ما فيش مشاكل، ما فيش، لا 100 بصراحه، لان توا الامور تمام يعني. اللي المسوى الوحيد اللي ما عجبنيش في البطوله القرار نتاع لجنه الاستئناف فيما يخص نادي وفاق جدابيه،
بعد أصدرت لجنة المسابقات وفق اللوائح وفق المواد، أصدرت قرار وتفاجأ بتغيير القرار، مش ضد نادي وفاق جدابي، نتكلم كتطبيق لوائح. حتى الموسم الماضي نعم. شفنا لجنة الاستئناف تضرب بعرض الحائط كل كلام لجنة المسابقات، رغم أن لجنة المسابقات مستندة على أشياء صحيحة 100%، ولكن لجنة الاستئناف تضرب فيه. ولذلك أنا أفضل تغيير لجنة الاستئناف. اتحاد الكرة لازم يغير لجنة الاستئناف زي ما غير لجنة التحكيم، زي ما غير السكرتير العام، لازم يغير حتى لجنة الاستئناف. لأن بصراحة على شيء استندت أنت؟ يعني عقوبات فرق كبير، عقوبة سنة تصبح 3 مباريات، عقوبة 5000 10,000 دينار و5000 دينار تولي 300 جنيه. بصراحة شيء غريب. تحس انه كان الامر يعني تو حتى لو كانت 3 مباريات ولا مبارتين ولا مبارتين ولا مباراة نقولوا، لكن فرق شاسع، فرق شاسع يعني يا اما لجنة المسابقات غالطة، يا اما لجنة الاستئناف غالطة، لان فرق كبير. يعني عشان استندت لجنة، المشكلة في لجنة الاستئناف قراراتها ما تستندش لمواد، ما تستندش فيها لمواد كلها، حتى على الموسم الماضي راهو مش مستنده لمواد، ما فيش مواد هيك وخلاص. قبل الاستئناف ومش عارف شنو شكلا وموضوع بكذا كذا كذا، ما فيش وفق الماده كذا، ولجنه الاستئناف لجنه المسابقات اجتازت النقطه، ما فيش كلام هذا كله، ما فيش. الاتحاد العام الموسم الفني، المستوى الفني لحد الان ينقسم الى جزئين. جزء تقدر تقول ممتاز او نقول جيد جدا، وفي مستويات نقول متوسطه، وفي مستويات ضعيفه جدا، يعني تحت ما يتناسبش ان فريق يكون في الممتاز. في فرق مستواها ما يهلاش نكون في الممتاز، حتى في الدرجه الاولى بالمستوى اللي شفناه ما يكونش في الدرجه الاولى، ما يستحق. وفي فرق ظلمت في التحكيم، من الناحيه التحكيميه لازم نقولوا ظلمت. لا، هو الظلم التحكيمي موجود دائما في كل موسم، ولكن لما تجيني تصير قرار يعني اصبح 36. دوري 36 فريق وال35 الان بدارنس مازال ما خش المسابقه، يعني لاحظنا فرق القرار. حتى دارنس حتى مده طويله قريب 3 سنوات ما يلعبش كوره بصراحه. هذه يعني ليش؟ اسمع، ملعب ممكن يتم توفيره، مش صعب يعني الملعب. لا هو المفروض الموسم هذا دارنس خش للمسابقه بالضبط. يعني لان توا هيك في مشكله للانديه الثانيه بالضبط. يعني حتى الموسم القادم يعني ما لازم يصدر قرار واضح هنا بهذا هو دارنس استفاد من حاجتين. طبعا الكارثه كلنا قلبنا ما لا هذه شيء ما نختلفوش عليه. استفاد مخذ بطوله هو ما يلعبش وفتك من النزول، هو مش حينزل فريق دارنس بالضبط. صعب انه ينزل فريق دارنس بالمستوى اللاعبين. لو دارنس في المستوى الطبيعي والمعروف دارنس ينافس ويقدم مستويات متميزه، هذا ما نختلفوش عليه. لكن هو زي ما تقول بعيد على الهبوط وبعيد على صرف الفلوس، وفي نفس الوقت خذ بطوله، قاعد في الممتاز وخذ بطوله. ايوه خذ بطوله. طبعا انا قلت لك في مساوي في المسابقه، مساوي كبيره يعني في المسابقه، لكن لجنه المسابقات ماشيه صح، الاكثر لجنه ماشيه مسابقات ماشيه صح. حتى التحكيم رغم اني قلت لك فيه ظلم، في بعض الفرق ظلمت، لكن بصراحه التحكيم تقول لك لا التحكيم انا نرى فيه يعني متوسط يعني ماهوش ضعيف في ظل وجود حكام جدد. بالضبط. الحكم لما يبدا جديد وجهه نظري ان الطبيعي بيخطئ، ولكن مع استمرار المسابقات مع استمرار المباريات ممكن نشاهد مستوى افضل. حتى الظلم التحكيمي محدود بكثره مبارياتنا، لما تجي تقيس تلقاه مش. لا واحنا ما نقولوش ان الظلم التحكيمي اللي موجود بعمد مثلا، مش بعمد، ما نتكلمش عمد. حتى مرات زي ما اللاعب يضيع فرصه بالضبط، او مدرب يغلط في تغيير، حتى الحكم يخطي. بشر، الحكم بشر وقراره في جزء من الثاني، وخصوصا يعني. انهم يحكموا لا فار لا قطوس، ما في شيء، ما فيش ذا كله. اتحاد العام يعني اتحاد عام جديد، فيه شخصيات رياضيه، شخصيات يعني معروفه في المشهد الرياضي. هل تشوف انه هو قادر على تحقيق طموحات الجماهير الليبيه؟ هل تشوف ان البرنامج اللي قدموه مثلا حسب تصريحات سيد عبد المولى المغربي في أكثر من وسيلة إعلامية قادر إنه يطبقه وإنه يصنع من اتحاد الكرة إنه هو يكون إنه يكون رقم 1 على الأندية مثلا، أو إنه هو حيكون زي اللي قبله يعني؟ خليني أكلمك على أول حاجة. أنا الشخصيات نتاع اللي ما عنديش عليها تحفظ. أول حاجة
في 3 تعاملت معهم كرؤساء اتحادات فرعيه. نعم. عبد الله العماري بتاع سبها، طلال الشريف بتاع منطقه الزاويه، وعبد المولى المغربي. بصراحه ال3 ما عنديش عليهم اي تحفظ. انا احكي لك هم تعاملت معهم لما كانوا رؤساء، بصراحه ناس رؤساء اتحادات فرعيه يسعوا شوف فيهم نجحوا لما كانوا اتحادات فرعيه، يسعوا بشكل كبير جدا كيف ينجحوا باتحاداتهم. عندهم غيريه، على كل واحد عنده غيريه على الاتحاد نتاعه يبي ينجح، ولذلك انا ارى انهم حينجحوا باذن الله. يعني كويس. البرنامج انا نتاع السيد عبد المولى ما نعرفش، ما طلعتش عليه كله، لكن انا نعرف ان عبد المولى في حاجه كويسه انا ملاحظها فيه، لانك تعاملت معه لسنوات عديده. يعني عبد المولى فيه ميزه انه يسمع، يعني لما تقول له ملاحظه ما يلوحهاش، ممكن يرد عليك وممكن ياخذها وممكن يرفضها، لكن يسمع منك، وهذه ميزه انه يسمع مني. ميزه كون ان نرفضها ولا وافق عليها موضوع يخصه هو، موضوع ثاني. لكن بصراحه بامانه انا بعثت له في رسائل اقسم بذات الله، يعني الراجل هذا ما ردش علي ولا رد يقول لي لا ما لكش علاقه ولا ما لكش دخل ولا شيء. بامانه مسكين يستمع في الملاحظات نتاعنا. وانا مهدرس مع البنات في الوسط الرياضي، ما فيش واحد قال لي اتصلت بعبد المولى ما ردش عليا. اللي يقول لي كنت نكلف عبد المولى وعبد المولى اسمع مني وعبد المولى هو معاي وبامانه وهنيته ومش عارف شنو، يعني دليل انه هو يسمع، يعني في تواصل مع الناس. احنا ما نبوش نحكم على عبد المولى هو كيف استلم باهي ونقول له كيف ونبوك الرياضه تنفضها نفضه واحده. انا وجهت له حاجتين بس، ما قلتليش الا حاجتين فقط. قلت له ارجو انك انت تعيد اللجنه الفنيه، والحاجه الثانيه الاهتمام بالفئات السنيه سواء منتخبات ولا مسابقات الفئات السنيه. هذه هي اللي تنهض برياضتنا، يعني هذه اللي نرى انها تنهض برياضتنا. يعني انت هذه رسالتك للاتحاد العام بالضبط، الاتحاد العام الاهتمام بالفئات السنيه واعاده اللجنه الفنيه. اللجنه الفنيه هي بتطور، يعني. هي بتطور من اللجنه الفنيه، بتطور المدربين بالضبط، والمدربين بتطوروا اللاعبين وهكذا. وطلبت انه هو المنتخبات الفئات السنيه ما تكونش منتخبات مؤقته وواحد وكذا، لازم يكون في منتخبات قائمه. اراه والله اللي يرفع مستوى الكره في بلادنا الفئات السنيه، هذه اللي بترفعنا. وهنا تذكر لما جاب برادلي لليبيا رفع الكره الليبيه بالفئات السنيه. بالفئات السنيه صنع المنتخب. نعم. صنع المنتخب باللاعبين اللي هم مش مذكورين، يعني اخذها عدد بسيط. حسن النابولي، الفيتور رجب، نور السري، يعني لاعبين عدوا اصابع اللي اخذاهم في الفريق الاول وبعدين ابتعدوا وقعد بالصف اللي هم رياضيين صغار اللي هم استمروا، اللي هم محمد حسن رحمه الله عليه، فوز العيساوي، صلاح الفيتوري، مجموعه كبيره من اللاعبين اللي هو اعطاهم، وكلهم ولوا مدربين بعدين، كلهم ولوا مدربين ونجحوا كلهم لان دربوا مع مدرب كبير. نفس الشيء هنا نبوا استاذ عبد المولى والاتحاد بتاع الموقر ان هم يهتموا بالفئات السنيه واللجنه الفنيه. اللجنه الفنيه هي اللي بتطور المدربين. نفس الشيء لجنه الحكام. بالضبط، لجنه الحكام تطور الحكام بتاعها وهكذا. والحكام الحمد لله شيء مشرف، لما ليبي يطلع احسن حكم في افريقيا في محفل، هذا شيء مش انجاز عادي، شيء كبير بصراحه. بامانه يعني. بامانه اكيد. فاذا احنا نقول ما دام حكمنا احنا اطلع احسن حكم في افريقيا، نقول احنا التحكيم بخير في بلادنا، وفي جيل من الحكام الجدد طالعين بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ناس محترمه حتى اسلوبهم كويس مع الفئات السنيه. يعني نحكم على الحكام بتاعنا هم اللي يحكموا في الممتاز، نحكم عليهم لما يحكموا في الفئات السنيه، ارى ان هم اسلوبهم كويس، قادوا مباريات عديده لبر الامان، ما فيش مشاكل، المباراه كلها انتهت. واخر شيء اللي هو مباراه الاتحاد والاهلي في الاواسط، اكيد اخر شيء يعني نجحت المباراه وما فيش مشاكل وتقبل الفريقين النتيجه. يعني شيء يدل على اساس ان تحكيمنا احنا زي ما قلت انت ما نبوش نقولوا ممتاز ولا نقولوا هابط، مستوى كويس وان شاء الله يتقدموا اكثر، خصوصا في جيل طالع جديد. وما شفناش الا حاجات محدوده، ما شفناش انديه لا ما بيش الحكم الفلاني، ما شفناش يعني الرسائل هذه. من خلال تعاملك مع وسائل الاعلام كيف شفت الاعلام في الاونه الاخيره، وهل يعتبر مؤثر في قرار الشارع الرياضي مثلا او يؤثر على المسؤول مثلا؟ ومش نقول عليه السلطه، السلطه الرابعه، يعني الاعلام يرفع وينزل. الاعلام هو اللي يحرض للصح وهو اللي يدير سلبي، شيء سلبي. الاعلام في العالم كله مؤثر، الاعلام اقوى انا ما نعتبرش سلطه رابعه، انا قلت ندير حتى سلطه اولى. الاعلام شيء مؤثر، انا بنرفعك بننزلك الاعلام. احنا اعلامنا لو بعض الناس يبتعدوا على الانتماء يعتبر اعلامنا بصراحه اعلام محترم ممتاز، وما عنديش تحفظ على اي اعلامي، لكن الانتماء وهذا اللي نطلب. يعني نطلب حتى من اخوتي المحللين لما تجي تحلل مباريات ابتعد الانتماء. كلنا منتمين، ما فيش واحد فينا مش منتمي،
ما فيش انسان في الرياضه مش منتمي لنادي، حتى مش معلن وما يعرفوش عليه الناس، لكن هو يعرف عنه يشجع في شنو. اكيد باهي مش عيب انك انت تنتمي، لو كنت ما تنتميش للنادي ما انت مش من اهل الرياضه، مش مجال الرياضه واصلا مش من المجال الرياضه صحيح. انت. لكن ما تخش لما تحلل المباراه تقول احنا الحكم ما اعطاناش، هذا معناه انت جاي تدافع على ناديك، مش جاي تحلل في المباراه. لو فيه مثلا جايبين واحد من الاتحاد وواحد من المدينه محللين حتى تكلم معليش، لان فيه هذا مع نادي وهذا مع نادي. لكن لما تجيب لي مثلا زوز من نادي واحد او مثلا واحد من النادي وواحد ثاني محايد، اذا النادي الطرف الثاني هذا ما عندهاش من يدافع عليه او يتكلم عليه. فقصدي انت التحليل، انت الافضل انك التحليل تجرد من الانتماء وتكلم، تجرد من الانتماء وفق ال 90 لان الشارع الرياضي بتاعنا الليبي راه فاهم كوره، فاهم كوره كثير، ما تقدر تفوت عليه شيء ولا ما تقدر تفوت عليه حاجه، ما تقدرش تكذب كذبه ويفوتوها لك. يعني لازم لما بتتكلم وانت بتتكلم بمصداقيه، تتكلم تحلل تحليل وافي. ممكن انت بيفرضوا عليك يقول لك ما تتكلمش على ركله الجزاء ولا تتكلمش على اخطاء الحكم، موضوع ثاني، مع اني ضد هدايا. بالنسبه لي انا نتكلم، انا نشبه اي مخالفه ركله جزاء نتكلم. انا مسؤول على كلامي، مش مسؤول القناه اللي مستضيفتني. مثلا توني مع الاستاذ هشام انا اتكلم بكلام انا مسؤول عليه، انت مسؤول عليه بالضبط اكيد. ما تحملش على القناه ولا تحمل على المحاور، ما تحملش عليها. فانا مسؤول على كلامي، انت نزل كلامي وبعدين خلي الشارع العام يتكلم معي. انا سب ما بنشتم، الشتيمه تحملها القناه لو كان استضافه شخص يشتم وروح طول يقول له روح، لكن انا اتكلم في كوره باهي القناه ما تتحملش مسؤوليتي. القناه انا شخص نتكلم خلاص، خليني نتكلم صح غلط مسؤوليتي انا، هذا مسؤوليتي انا مش مسؤوليتك انت. يعني حتى الشارع العام يتحمل، انا نتحمل الكلام لو كنت قلت معلومه غلط. ولذلك ديما الشارع العام راه فاهم كوره، فاهم كوره راه اغلبيتهم راه رياضيين قدموا، اغلبيتهم ناس عندهم انتماء ويدافع على ناديه ويحب ناديه ومنتمي للنادي. هذا اوكي، ما نخش بتحلل المباراه حلل بمصداقيه واعطي كل ذي حق حقه، حتى الخصم ان شاء الله نلعبوا حتى ضد فريق كندا ولا اي فريق كان لعب احسن مني، يقول لعب احسن مني، عنده ركله جزاء يقول عنده ركله جزاء. ما تديريش زي ما تحت شلبي مره يلعبوا ضد البرتغال قال ما عندهاش علاقه سجلها براسه ولا بيده، المهم الجول التغى بعدين الحكم حسبه. قصدي ما يجيش ديما خليك حيادي في الحوار، باش انت شني انت حتى الناس تقبلك، الناس تتقبلك وتتقبل كلامك، فهمت؟ صحيح. راهو احنا كلنا وجهنا اللوم، راه مفيش واحد ما يوجهش اللوم. لا هذا شيء طبيعي، وفي النهايه التحليل وجهات نظر. بالضبط يعني بالضبط. انا والله في حاجات تكلمت فيها في مباريات ان هذه ركله جزاء، وبعدين صوبوا لي حكام قالوا لي لا ما يشرك للجزاء، مش ركله. وفي انا تكلمت عليها حاجات وقلت هذه ما يشرك للجزاء وهذه مش بطاقه حمراء، واكدوا لي حكام دوليين معتزلين قالوا لي كلامك صح واحنا معاك. ومن ضمنهم الاستاذ عبد الله الفضيل، من ضمنهم الاستاذ فوزي الشحومي، اكدوا على كلامي قالوا كلامك مزبوط 100%، هذا ما يستاهلش بطاقه حمراء، هذا كذا. حتى الهدف كنت تتذكر فيه هدف مش عارف اما فريق اللي سجل تقريبا التعاون سجل كوره، وقف الكوره خش الزملاء، خش اللاعبين الاحتياط الملعب. تعرف قال لي حاكم، قال لي هذا المفروض الحاكم يعطيه بطاقه صفراء سوء سلوك، خليك من دخول الخصم، خليك من دخول الجمهور، وقفت الكوره ما سجلهاش بطاقه صفراء وفلوا ضده، فهمت؟ نعم. فقصدي هنا في حاجات انا قلتها وايدوني فيها حكام، وفي حاجات يعارضوك عليها، في حاجات قالوا لي لا انت غلط وقبلتها. راهو انا تواصلوا معي حكام، محمد بن غرسه تواصل معي، عادل السويسي نقدم له كل الاحترام والتقدير، عبد الله الفضيل، فوزي الشحومي، جمال مبيا، عادل الراعي، مجموعه من الحكام والله ديما معي صفحتي اصدقائي، ودائما تحاوروا في بعض الاشياء ويصوبوا لي ونقبل في نصيحه نتاعهم. اكيد هو تبادل الاراء فيها استفاده يعني للجميع يعني. وبعدين نقول لك كلمه الحكم هو اصلا احيانا يحكم جزء من الثاني بيتخذ قرار، هو جزء من الثاني. احنا ممكن نتفرجوا عليه بالاعاده ومره واثنين وثلاثه نحكم عليه. تو امس نحكي لك مباراه برشلونه وريال مدريد، انا استغربت كيف منح ركله الجزاء، لكن لما رجعنا بده يجيبوا في الصوره واضحه ركله الجزاء، واضحه ركله الجزاء. هنا اهميه الفار، وهنا يعني الريال راه ريال، لكن ركله الجزاء ما فيهاش غبار، لا ما فيهاش. وراو الحكم لعب مباراه مشاها المباراه، وبعدين هنا كثر عليه الضغط كلمه الحجره نتاع الفار فرجع. انا لما شفناها المره الاولى انا شفتها مش ركله جزاء، لكن لما رجعت للاعاده مجرد الاعاده الاولى بس بانت
بانت واضحه واضحه، يعني. ركله الجزاء واضحه. ما هي هذه احنا التحكيم فالحكم تنقصنا الامكانيات والتكنولوجيا بالضبط لمساعده ما الحكم. نعرفش ليش، ما نعرفش ليش. مثلا هنا الفار راهو في موريتانيا داروا بنظام هيك، داروا نظام زي التلفزيون هيك واحد ونجحوا فيه موريتانيا. ربما احنا نتعينوا خير ان الاتحاد الجديد راهو مش صعب الفار، راهو يجيب الامكانيات هذه ويوفرها. هو يعني عباره عن تلفزيون شاشه، وفي نفس الوقت الكاميرات تاخذ من اكثر من جانب. كاميرات مش غاليه، كاميرات الشركه القناه الناقله احيانا ما تملكش الامكانيات. لما تتكلم على 36 فريق تتكلم لي على والله هذا العدد، يعني العدد الكبير هذا من المباريات. كيفاش بتغطي حاجه؟ انا عجبتني في كلمتك هذه 36 فريق. علاش 36 فريق؟ لو انت درتهم 18 ما كانش يصير لك هيك، ما يصيرلكش العجز، وتقدر تغطيه 9 ملاعب، 18 فريق 9 ملاعب تقدر تدير تغطيه كامله. ويا اخي مش ممكن يلعبوا في نفس اليوم. لا هو اللعب في نفس اليوم مستحيل. يومين 3 ايام في 3 ايام معناها انت عندك تقسم المباريات على الملاعب اللي عندك، ما فيش مشكله توفرها الامكانيات هذه. لكن انت دوله زينا احنا 36 فريق، احنا قعدنا بصراحه يضحكوا علينا الدول الثانيه. هو ان شاء الله احنا نتمنى انه ينتهي الدوري. يعني هي المشكله ان قرار تصعيد الفرق لزياده عدد المباريات. اخوي هشام انا باهي صار امر الله ونفذ، والانديه تعاقدت مع مدربين ومع لاعبين وورطهم الاتحاد السابق بالموافقه، رغم انه قال لك التصويت راهو حتى اعلاميا صوتوا. قال لك اللي جاء صوت، في اللي قام يديه الزوز قال لك حسبهم زوز. المهم ليش ما يديروش نظام المسابقه السنه هذه الهبوط كبير، عدد كبير 10 فرق الهبوط؟ ما كان ما داروا شيء. لا هو يفترض الموسم القادم على اقل تقدير يكون العدد. انا محاور ناس انديه ما يبوش الممتاز، هم في الممتاز تورطوا توريط، ما يبوش الممتاز، ما يبوش لنا صرف امكانيات فلوس. والله العظيم ما يبوا الممتاز. اولهم ناديا النهضه ما يبيش الممتاز. ابسط الاشياء. الدعم مازال ما استلموش اللي توه. النادي الوحيد اللي ما استلمش الدعم للحظه هذه لليوم يلعب ضد فرق مستلمه 3 مليون وهو ما عندهاش عنده الا الديون، وابسط شيء ما يلعبش في ملعبه. وزيد بزايد حتى الكوره عطوها وزاره الرياضه، الكوره للانديه هم النادي الوحيد ما عطوش، ساكنين بالدين. الله والله كوره يعني فريق يتمرن ب 15 كوره ما عمره صارت، ما يجيش بك. قصدي يعني نظره شويه هيك عدل. انت عاطي واحد سياره فيراري، واحد عاطيه بشكليت تقول له تسابق، ما يجيش مقارنه. ما فيش مقارنه. فقصدي انا في انديه راهو ورطتهم الاداره السابقه. تو نادي النهضه ورطوه الاداره السابقه، هو ما يبوش الاداره الجديده، الاداره الحاليه تبيش. قال لك انا غير نخدم الفئات السنيه نتاعي، نخدم الطائره ماشيين كويس، قال لك نخدم البنيه التحتيه، نصرف على الفئات السنيه. قال لكن معظم انديه الجنوب تعاني يعني من نقص الامكانيات. اكيد عدم وجود ملاعب صالحه يعني. لا يعني المشكله هذه حتقعد قايمه في الجنوب. لا ما حلوهاش. ملاعب موجوده، وملعب القرضبيه تو جزوها احدث. المشكله انا مش كنت نشكر في لجنه المسابقات. انا الرد نتاع الاستاذ عبد الله الشحومي اللي هو صديقي على المستوى الشخصي ما عجبنيش، اللي قال والله نظرا لتاخر اللجنه المكلفه باعتماد الملعب. تعرف ليش ما اعتمدش الملعب السيد نصر الدين؟ لانه هو الصوت نتاع نادي الانديه نادي النهضه والمهديه اعطوه لي واحد ثاني اتحاد الكره. يعني مساله شخصيه، عطل ما باش يعطيهم انه موافقه انه في ملعب وكذا، مع انه في ملعب في وباري وفي ملعب في الجنوب موجوده وممتازه وحجرات تغيير ملابس وكل شيء موجود فيها. للاسف لما الشخص يفضل المصلحه انت ترد عليه كويس. انت تقول لي نظر لتاخر اللجنه، خلاص ندير لجنه ثانيه تطلع وتعتمد زي ما اعتمدوا ملعب الخمس. ملعب الخمس مش معتمد، جديد هذا بالضبط، ما كانش معتمد. اعتمدوه لهم ولعبوا فيه. هو هنا المفروض انديه الجنوب تطالب باعتماد الملعب. هم طالبوا، لكن لا حياه لمن تنادي، ما يسمعوش في كلام. هذا للاسف الشديد. هنا المشكله، هنا المشكله ان ما فيش من يسمع في كلام. فهمت؟ كان عاجبك العب وكان مش عاجبك روح. لا هو المفروض الكل زي بعض يتم معاملتهم. يعني في انديه تلعب في انديتها الخاصه بالضبط، ملعب يعني في ملعب في نادي وانا نلعب في ملعب، ونادي زي نادي النهضه مثلا او نادي المهديه يجوا يلعبوا بعاد عليه ملاعبهم. تعرف نادي النهضه وهذا ياثر حتى على المباراه مستواهم الفني. ما روحوش لسببها بكل
وكيف بيروح اذا كان يلعب كل 3 ايام؟ كل 3 ايام يلعب وقاعدين هنا راقدين وبالدين. معناها هذا كله مصاريف زايده، مصاريف والله العظيم. كلف رئيس النادي اللي عند امس انا وياه نتحاوروا، وهذا الامر قد يضطر بالنادي للانسحاب في يوم ما. بالضبط. لا هو المسابقه هو وارد انسحاب، وارد لو ما فتحوا ملعب سبها بينسحبوا، لان انا ما متحملش النقل. لو بيسافروا سبها شنو بيردهم ثاني بالطيران ولا بيجوا عن طريق البر؟ هم المره اللي فاتت جوا عن طريق البر. صعب. هو تصور عندهم باص واحده وتمشي على الطائره وتمشي على القدم. يوم يحصلوها الطائره يمشي يلعبوا مصراته ويلعبوا في زواره، ويوم تجي للقدم سياره واحده. ظروف صعبه. وبارك الله بارك الله في زوز انديه اللي وقفوا، مش للناديه اللي وقفوا معنا، خصوصا نادي الفتح ونادي الوحده فاتحين ملعبهم لنادي النهضه في التدريبات. نعم. ما عندهمش وين يتدربوا الا في نادي الفتح، ونادي الفتح اكثر بحكم انه هو قريب على المقر الاقامه بتاعهم. فما نادي الفتح نشكروه وجه له التحيه، ونوجه تحيه لنادي النهضه لنادي الوحده اللي فاتح ملعبه، وكل فرق تتمرن في ملعب الوحده، كل فرق الشروق والزنتان مش عارف منه الملعب الليبي الاولمبي مش عارف كله يتمرن في ملعب الوحده. واكيد هو نادي الوحده يعني ما يقصرش مع والله على حساب الفئات السنيه، الترابط الاخوي بين الانديه. والله يا هشام على حساب الفئات السنيه. وهي فئات سنيه حاجه، فئات سنيه مرات ما تحصلش في الملعب، فئات سنيه البراعم والاشبال والرواس مرات ما تحصلش في الملعب. كلها شني وقوف مع الانديه الاخرى. ان نادي لما يقصدك يقول لك نبي الملعب ما عادش تقدر ترد. في يوم 4 فرق تمرن في الملعب، 4 فرق من غير، وهذا يأثر حتى على الملعب طبعا اكيد يعني. اكيد. لكن قلت لك هنا صعب انك انت ترد نادي يقصدك، خصوصا لما يجيك من منطقه بعيده. كابتن انور نشكروك على من اللي نشكر الثاني؟ انا اللي نشكرك. انا نشكرك على حضورك، نشكرك على قبولك الدعوه، على رحابة صدرك في تقبل الأسئلة. إجاباتك كانت مفيدة جدا للأمانة. حلقة أثريتها يعني بآرائك. بارك الله فيك، ونتمنى لك كل التوفيق، وهذا مش غريب عليك يعني. أشادت بك كل المتابعين للدوري الليبي من خلال نقدك ومن خلال تحليلك للمباريات. دائما كنت يعني صريح وواضح، مش من النوع اللي يغلب الانتماء أو من النوع اللي يحاول يدهن أو إنه هو يتملق الأندية مثلا بكلام معسول. كنت دائما صاحب كلمة حق. نشكرك من جديد ونقول لك بارك الله فيك، ونتمنى نلتقي بك أكيد في لقاءات قادمة. سلمك. أول حاجة بناخذ جزء من اسمك اللي هو حقية. أنت حقيقي فعلا، أنت حقي، وبارك الله فيك على الاستضافة أخوي هشام، وشكرا لكل العاملين في القناة. بس بنوجه رسالة سريعة لاتحاد كرة القدم. لازم نظرة ل3 أشياء. الشيء الأول اللي هو مسابقة الممتاز لازم تغير تعدل، معاش العدد الكبير هو ما تجاملش حد. الشيء الثاني اللي هو منتخبات الفئات السنية ومسابقة الفئات السنية، والحاجة الثالثة اللي هي اللجنة الفنية، سرعة الحاجات الثلاثة دي، وتغيير أو تجديد للجنة الاستئناف لأنها قاعدة من المرة الأولى، يا إما يجددوا لها يا إما يغيروها. الحاجة الثانية طبعا أنا شاكر جدا وجودي معك أخوي هشام، وبارك الله فيك على فتح المساحة الزمنية باش نقول رأيي أو نتكلم على الأشياء اللي هي موجودة في كرتنا المحلية. وإن شاء الله احنا شنو نبوا يا أخوي هشام؟ احنا نبوا شنو؟ نبوا تطور الكرة الليبية، ما نبوش أي شيء. نبوا احنا نفتخروا زي ما الدول العربية اللي المجاورين تفتخر. احنا دائما يقولوا شنو عندكم يعني حتى تحشم واحد يقول عندنا بطولة الشان، والله يتحشم. أنا لا أقتنع بها بطولة الشان. أنا عندي ترتيب الثاني على مستوى المنتخبات العربية اللي في مصر، وعندي الترتيب الثاني في السعودية لما فزنا على السعودية. عندي وصول للنهائي أفريقيا 82، عندي وصول لمشارف المكسيك 86. أفضل 100 مليون مرة من الشان اللي ما تمثل لي أي حاجة، تمثل لي شيء. الشان مسابقة هواة تعتبر مسابقة لاعبين محليين. فما الله غالب، احنا تاريخنا راهو عريق جدا، ونتائجنا مع المنتخبات العربية كبيرة جدا. يعني في ناس يكتبوا في حاجة يكتبوا فيها حتى المصريين ان مصر فازت على ليبيا 10-2. هل تعلم ان الحكم بتاع المباراة مصري وطلع زوز لاعبين بالحمراء من ضمنهم احمد الاحول، يعني وقال تسلل وقاعد يناقش فيها احمد الاحول طلع. قصدي معروف المباراة 10-2 هي مباراة، هي مش بطولة، راهي مباراة تلعب ضد فريق الحكم تاعها مصري من نفس البلاد. فهمت؟ لكن احنا نتائجنا مثلا مع اليمن ولا مع العمان ولا مع السعودية حكام كلهم محايدين. الفرق اللي فزنا على المغرب بحكم محايد سوداني، فزنا على كل الفرق. تونس 6-3 حكم من المغرب. يعني ما فزناش بحكام محليين. خلينا من بعض المباريات الودية ما نتكلموش ولا افتخرنا بها.
لكن عندما يجوا المصريين يقول لك نازلينها في كل الليبيين 10-2 ما هيش 10-2 راي ولا ما 10-2 ولا عندها علاقه. واعرف شنو حاكم مصري، حاكم مصري اسمه علي قنديل، الحكم المباراه اسمه علي قنديل، هو حكم مصري ولعب في المباراه طول وعرض، قاعد يناقش فيه احمد لهو وطلع بالحمراء. قصدي ما تقدرش تقول النتيجه، واحنا بالعكس احنا نديروا في نتائج كويسه. حتى مباراتنا احنا والمصر نتاع 3-2 اللي احمد بن سويد سجل فيها هدفين، كنا رايحين بالعند ربع ساعه الاخيره اصطدم الشفايري مع الحارس بوعود وخرجوا الزوز ودخل البديل ومسجلوا، هنا بعدين دخلوا البديل وداروا اغنيه بعد لا فازوا علينا 3-2، اغنيه العب فيها جول لازم تكسب فيها جول، داروا اغنيه من الفرحه. فما فاحنا تاريخنا كويس وعريق صح، ما عندناش بطولات ما عندناش نتائج، لكن ما تنساش انت لما تجي حتى التخطيط، تعال انت حتى مصر لما تحسبها يقول لك قديش واخده بطوله افريقيا، قديش يقول لك واخدين بطوله، يقول لك واخدين 7 ولا 3 بطولات يلعبوا هم واثيوبيا والسودان بس. هذه البطولات الاولى وجودهم لكاس العالم 34 لعبوا ضد فلسطين، ذهاب واياب كلها محتله، فلعبوا ذهاب واياب ضد فلسطين. قصدي ما مش هذيك هي لما تجي تشبه البطولات. مصر واخدين 2 بطولات لعب فردهم ولا 3 بطولات فردهم، 2006 فردهم، 86 فردهم. فهمت؟ بطولات فاروق جعفر تكلم كلام لو واحد يسمع كويس، قال احنا البطولات تاع الاهلي والزمالك كلها بالحكام. قال الحكم يجي يطلب مني يقول لي شنو تبي ضربه جزاء ولا طلع لك لاعب شيء، هو الحين يقول لك وش هذا شاهد من اهله يعني، وناضوا عليه الصحافه المصريه تتكلم فيه. وتوا انت حتى كان تشبه الصحفيين سواء كان في الاسماعيليه ولا في صحفيين الزمالك يتكلموا على الاهلي كيف ياخذ في المباريات بالضبط. فهمت؟ فقصدي التحكيم يلعب دور في افريقيا بالذات. احنا شفنا عواز الطرابلسي كيف طلع الاتحاد، شفنا كيف طلعوا الاهلي بنغازي الترجي يوم مباراه الترجي، كيف طلعوا الاهلي بنغازي، الاهلي طرابلس كيف طلعوه مباراه اخر مباراه اللي امام سيمبا، لا مش بتاع سيمبا، المباراه اللي السنه اللي قبلها اللي ضد فريق من موريتانيا. ركله جزاء واضحه لفريق الاهلي واقصوه. واحنا السياسه لعبت دور في انسحاباتنا في عده مباريات يعني. مصر في 67 الاتحاد انسحب لسبب حرب 67، الاهلي انسحب في 84، النصر السنه اللي بعد منه، المنتخب الليبي في تصفيات كاس العالم سنه 90 بالضبط. يعني احنا السياسه لعبت دور كبير وسيئه. ضيف لها حتى غيابنا فتره الحصار اللي هي التسعينات و3 سنوات الكره واقفه في ليبيا يعني ظروف سياسيه ما خدمتش الكره في ليبيا. وحتى يعني. باب الاحتراف احنا ما كانش مفتوح عندنا. أكيد. باب الاحتراف ما كانش مفتوح زي الدول الثانيه، احنا كان ممنوع حتى الاحتراف، ممنوع حتى اللاعب يكون يضرب رقم مش بالاسم يعني. سواء صح السلبي ولا ايجابي، اللي احنا نتكلموا على الصعوبات اللي واجهتنا يعني. في الصعوبات موجوده يعني يذكرها التاريخ وهذا هو الاحداث يعني بارك الله فيك في النهايه، وشكرا ليك ولكل القائمين بالقناه، وربي يوفقكم ان شاء الله ونشوفوها من افضل القنوات ان شاء الله. ان شاء الله. تحياتي لك كابتن انور، وتحياتي لكل الساده المتابعين والمستمعين والمشاهدين لراديو انجاز للشباب والرياضه. الى ان يتجدد بكم لقاء، لكم تحياتي والى اللقاء.